بدأت رحلة بطلنا وتحوله من شاب ضعيف كحيان إلى وحش كاسر عنده قدرات الظلال الأسطورية، وشفنا كمان استحواذه على قوة إغريس والفرسان بتوعه وسماعهم لأوامره ودغدغة أم المغارة. فإيه اللي هيعمله سونج بعد ما حصل على القوة ديت؟ وإيه اللي هيحصل مع الصيادين داخل المغارات السحرية؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي مع الموسم الثاني، فصلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ويلا بينا نكمل باقي الحكاية. بعد رجوع سونج للبيت بتاعه وخروجه من آخر مغارة بيروح البيت مقتول وبينام، ولكن بيصحى من النوم على تليفون من أخته الصغيرة وهي بتقوله ان هو لازم يحضر المدرسه النهارده علشان المديره عاوزاه. الواد بيروح لها فعلا وهو متشيك ومتظبط في نفسه وحرفيا اخته ما بتعرفوش. ده ايه الحلاوه ديت يا عم انت؟ هو انت عندك حبيبه ولا اجيب لك واروق عليك؟ طبعا الواد بيشدها من خدودها وحاجه اخر مسخره. كل البنات هم كمان كانوا مبهورين من اناقته وجماله ومتغاظين من اخته جدا علشان طبعا ماشيه معاه. المهم بيوصل بعدها على المديره وبيسالها هي عاوزاه ليه. المديره بتخش في الموضوع على طول وبتقول له انا عاوزاك بسبب اختك، فهي حاليا من اشطر الناس واذكاهم في المدرسه ومستواها وموهبتها في تطور مستمر. سونج بيقول لها طيب ما حلو الكلام، ايه المشكله؟ انا مش فاهم اي حاجه. المديره قالت له المشكله في اللي جاي، فاختك بموهبتها ديت ممكن قدراتها تستيقظ وتبقى مغامره، وهل لو حصل كده هترضى انها تكون مغامره وتتعرض للخطر؟ سونج قال لها اكيد لا مش هرضى. المديره قالت له حلو قوي الكلام ده، انا كمان رايي نفس رايك، وعلشان كده طالبه مساعده منك في موضوع، وخصوصا يعني انك صياد بالرتبه ايه وبتفكر في نفس تفكيري. بتقول له فعلا على اللي هي عاوزاه، وبعدها الواد بيمشي بيقابل البنت ديت قدام المدرسه كده وبيسلم عليها. البنت لما بتشوفه بتتعرف عليه بسرعه لانها خرجت معاه في مغامره قبل كده. بتقول له ها يا عم انت عاوز ايه؟ سونج بعدها بيوري لها صورته هو واخته وبيقول لها بصي يا بنت الناس، المديره اتكلمت معايا علشانك وبخصوص انك مغامره من الرتبه ايه، وعلشان كده هقول لك على حاجه. البنت على طول بقى بتقول له يا عم لو هتقولي ما عدتش تبقى صياده وكملي تعليم فاحسن لك ما تقولش حاجه علشان ما نضيعش وقت بعض ونحرق بنزين على الفاضي. سونج قال لها ومين قال لك ان كنت هقول كده؟ انا حاليا رايح ادخل بوابه من البوابات وعاوزك تيجي معايا علشان نصفيها. وطبعا النيه اللي عنده ان هو لما ياخدها هناك وتشوف الاخطار والوحوش تخاف وما عادتش تبقى مغامره تاني. المهم في نفس الاثناء ديت وتحديدا في المطار الصياد هوانج دونسك بيوصل على كوريا. ايوه ده هو اخو الصياد اللي سونج خلص عليه في احدى المغارات وجاي هنا مخصوص علشان يحقق في القضيه ديت ويقتل اللي قتله. بيقابله المساعد ده في المطار وبيساله هو ناوي يعمل ايه بالظبط. طبعا هوانج ما بيعبروش وبيقول له هو انا لازم اقول لك اعمل ايه ولا ايه؟ ما تنساش نفسك يالا. وبعدها كمل في الطريق بتاعه ولا كانه شايفه. بعدها بقى عند سونج الواد بيوصل على البوابه اللي هو رايح يدخلها. هو جاي هنا بطلب من المدير ان واللي حاسس ان المغاره ديت مش مظبوطه وقلبه كده مغوشه. معاهم فريق كامل متكامل تبع نقابه النمر الابيض وكمان شخص من الفئه ايه واثق جدا من نفسه. سونج بقى لما بيشوف الاصطباحه ديت بيقول في نفسه احنا جايين هنا علشان البنت تخاف وما تدخلش تاني، امال كل دول رايحين يخلصوا على بوابه من الفئه الرابعه ازاي؟ ما علينا يعني خلينا مكملين وخلاص. طبعا بيسلم على المدير ان والمساعد بتاعه وبعدها بينطلقوا داخل المغاره دي واللي لسه ما لحقوش يعدوا الباب بتاعها. بوم سونج بيحس بهاله غريبه جدا ومشؤومه فيها، لون البوابه كمان بيتحول للاحمر والواد بيلحق نفسه بسرعه وبيقول لكل اللي واقف يجيبوا الدعم بسرعه. البوابه ديت من الرتبه اس واللي هي اخطر انواع البوابات في العالم. على طول بقى العيال بتتنقل جوه مكان جليدي من كل حته ومحدش عارف هما فين. لسه واقفين بيتكلموا هوب واحد مات بسهم جليدي. البنت ديت كانت كمان هتصاب ولكن سونج بيمسك السهم بايده بيلحقها منه. بعدها بيبصوا كده على الشجره وبيشوفوهم، ايوه دول جماعه جن الجليد اللي مستخبيين في الشجره وعاوزين يخلصوا عليهم. هم حاليا بعد ما عرفوا مكانهم راحوا يجمعوا الباقي والوضع متأزم على الاخر ولازم يتصرفوا في اسرع وقت. وفعلا في الاثناء ديت كيمو اللي هو المغامر من الرتبه ايه بيقول لهم على الاتي، بيقول لهم الساعه في العالم اللي بره بيوم من هنا وعلشان كده احنا لازم نعيش وننجو لاكبر فتره ممكنه علشان نقدر نستنى الدعم، بس اني احاول انقذ كل الفريق ده بالعطل اللي فيه شيء مستحيل. وعلشان كده هنتقسم لفريقين، فريق معايا واحميه وفريق تاني يستخبى بعيد عني لحد لما المغاره تتفك. طبعا الكل كان عاوز يروح معاه ولكن الواد بيرفضهم، بيقول لهم اي حد اقل من الرتبه بي مش هاخده معايا والضعفاء بس يمشوا من هنا وبالذات اصحاب الرتبه ايه، ويقصد سونج والبنت اللي معاه بالكلام. في الاثناء ديت بقى بنت من الرتبه بي بتبعد عنه كده وبتقول له وانا كمان هنضم للفريق الثاني. الواد بعدها بيقول لها براحتك وبعدين بيتفرقوا. والبنت ديت بقى صديقي كانت لحظه سونج وهو بيمسك السهم اللي حتى كيم ده ما قدرش يشوفه. بتقول في بالها انت اكيد مخبي قوتك وعلشان كده انا اخترتك انت. في نفس الاثناء ديت بقى تحديدا بره البوابه المدير قام بيتصل على بايك رئيس نقابه النمر الابيض وبيبلغه باللي حصل. بيقول له البوابه اللي كانت المفروض من الرتبه بي اتغيرت بعد ما الفرقه دخلتها اصبحت واحده من الرتبه اس وده معناه ان كل اللي جواها خلاص هيموت. على طول بايك بيركب العربيه بتاعته وبيروح على المكان علشان يكسر البوابه ويدخل ولكن طبعا ما بيعرفش وده لان البوابه اذا اتغيرت رتبتها فما فيش فرصه انها تتفتح من جديد غير بعد ما الزعيم اللي جواها يتهزم او تحصل معجزه. وطبعا بايك كان متضايق جدا. بيسال بعدها المدير عن اي حد جامد دخل البوابه وبيقول له ما فيهاش غير كيم بس اللي من الرتبه ايه، لكن في شخص انا كنت براقبه من فتره اسمه سونج اعتقد ان هو حصل له استفاقه تانية وهيقدر يعمل حاجه جوه. بايك بعدها بيقلب الكلام في دماغه
دماغه شويه وبيقول له تمام. في نفس هذه الاثناء بقى بيوصل وانج على المكان، وايوه هو جاي هنا علشان بيطارد سونج وعاوز يخلص عليه. بايك اول لما بيشوفه بيقول له على فين يا سيد الناس، البوابه ديت مقفوله ومش هتعرف تدخلها من الاساس، ولا انت جاي تدور على حد معين ولا ايه؟ وانج بيقول له ايوه انا جاي علشان اقتل الكلب سونج، هو حظه ان البوابه اتقفلت وهيتقتل جواها، زمان امه دعت له علشان ما يتقتلش مني، يلا مش مشكله. في الوقت ده بقى كان سونج وفرقته راحوا المكان وسط الغابه علشان يهربوا من جن الجليد، بس في المقابل المكان ده مليان دببه ثلجيه وعلاماتهم ظاهره على الشجره دي. الكل طبعا كان قلقان، حتى البنت اللي من الرتبه بيه كانت قلقانه وبتساله هو ليه اختار الغابه دي. الواد قال لها علشان الغابه ما فيهاش غير الدببه بس، وجن الجليد مش موجود، وبكده مش هنضطر نخاف غير من عدو واحد ونقتله. عامه يعني الجو شكله برد وتعالوا نتدفى. بيطلع لهم جواكت من صندوق التخزين بتاعه والعيال مصدومين، ده اللي هو ازاي المهاره ديت معاك وهي مش موجوده مع قاعه الصيادين، انت مين بالظبط يا عم سونج؟ في الوقت ده بقى الواد بيقرب من البنت اللي جابها معاه وبيطبطب عليها، بيقول لها انا اللي دخلتك هنا وانا اللي هخرجك من هنا، فما تشيليش هم اي حاجه، لكن في المقابل مش عاوز اي حد فيكم يسالني اي سؤال ولا يستفسر على اي حاجه. تمام الكلام؟ كلهم بيقولوا له تمام، وبعدها الكل بيسمع صوت دب عملاق بيهجم عليهم، العيال كلها بتخاف وبترجع لورا، ولكن سونج بيهديهم بيقول لهم ما تقلقوش انا هتعامل، وفعلا بيخلص على كل الدببه اللي بتهجم عليهم، والكل واقف مذهول من حجم القوه ديت. لا وكمان عملوا نار وقعدوا ياكلوا من لحمه الوحوش وحاجه اخر حلاوه يعني، مغاره دي ولا استراحه ما علينا. في نفس الوقت ده بقى كان كيمو الفرقه بتاعته قابلت برضه شويه من الدببه دول، الواد كيم بصراحه كان جامد ونزل تقتيل في الدببه ما بيرحمش اي حد، بيضرب كل الوحوش ويقتلهم، بس ما يعرفش اللي مستنيه، ايوه ما يعرفش ان جن الجليد خلاص عرفوا مكانه وبيستهدفوا كل اللي معاه، بيفضلوا يضربوا ويقتلوا في كل الاشخاص اللي معاه، والواد مش قادر يعمل اي حاجه، بيشوفهم بيموتوا قدامه واحد ورا التاني وبرضه مش قادر يلحقهم. زعيم الجن ده بقى كمان وصل على المكان، ولما كيم شافهم بيخاف وبيقرر يطلع يجري على جوه الغابه زي الجبان ويديله في اسنانه، وشكله كده خلاص فقد الثقه بتاعته يا صديقي. في نفس الوقت ده بقى سونج كان ساب الفريق اللي معاه وراح على عرين الوحوش، ايوه هو زهق من قتل الدببه اللي ما بتزودش مستواه، وقرر يروح على كهف الدببه علشان يخلص عليهم بالكامل، وبالمره يعني يستدعي جيش الظل بتاعه ويشوفهم في القتال. بالفعل الواد بيستدعي الجنود وبيبداوا في القتال، هم حاليا بيقتلوا الدببه الصغيره وبيسدوا قصادهم وكمان مشرح منهم، بس في الاثناء ديت زعيم الدببه بيطلع من الكهف، وايوه هو الوحش الاخضر داخل الكهف ده، بيخرج وبيخلص على كل جنود الظل في ثواني، وسونج لما بيشوفه بيعرف قد ايه قوته، بيقول بعدها لاغريس يلا يا بطل ده دورك. بالفعل الوحش اغريس بيبدا الهجوم، والدب بيحاول يهجم عليه بس خلاص فقد الهدوم، اغريس بيفادي كل هجماته وبيشرح فيه وحرفيا بيعمل عظمه. سونج هو كمان بيتفرج عليه وكان مذهول من حجم القوه ديت، مش مصدق عينيه. الدب هو كمان كان دراعه اتقطع وجسمه اتبهدل وبيحاول يهجم من جديد، ولكن خلاص دماغه بيطير بعيد، وايوه اغريس المنتصر في القتال، وسونج حرفيا مش مصدق عينه وبيقول في باله لو في القتال بتاعنا اغريس ما كانش رمى السيف كنت اكيد اكون انا الخسران، انا شكلي لسه ما حصلتش قوته. عامه عاش عليك يا وحش، ارتاح انت دلوقتي. بعدها سونج بيروح على جثث الدببه اللي قتلهم علشان يخليهم اتباع ليه، بيحاولهم فعلا والدنيا اخر جمدان. في نفس هذه الاثناء وتحديدا خارج البوابه كان هوانج دونسك اتعصب جامد علشان البوابه مقفوله، وطبعا مش هيعرف يقتل سونج بكده. بعدها بقى بيقرر يرجع ويمشي من المكان علشان ملهاش لازمه الوقفه يعني، ولكن بيستغرب جدا، ايوه هو ازاي الواد ده انضم للنقابه بتاعتكم في مغاره وهو مش متسجل فيها اساسا. المدير قام بيقول له علشان هو من معارفي مش اكتر، وطلب يعني يتفرج عليها. وقتها وانج بيقول له تمام، وبوم بيمسكه من رقبته بيقول له انت مفكر اني اصدق الكلام بتاعك ده؟ انت وقول لي هو ليه دخل. بايك بقى لما بيشوفه بيتعصب وبيفعل قدراته عليه، بيقول له ده واحد من النقابه بتاعتي، شيل ايدك من عليها علشان ما كسرهاش. وانج بيتعصب من كلامه وبيقول له تمام، شكلك كده عاوز تموت انت كمان. الاتنين بيهجموا على بعض بغباء، وهوب المساعد بيوقف هجومهم، بيقول لهم القتال ما بين اتنين من رتبه اس، لو حصل هيدمر المكان وهيأذي ناس كتيره، لازم توقفوا القتال. فعلا الاتنين بيوقفوا وهم متعصبين جدا. بعدها مكالمه بتيجي لدونسك وبتخليه يمشي، وبيقول هو كده كده هيموت جوه، ما علينا يعني. بعدين بيمشي من المكان بالكامل. في نفس الوقت ده بقى داخل المغاره كان كيم وصل على مكان جثث الدببه دي، مش مصدق عينه، ايوه مش مصدق ازاي كل الدببه ديت اتقتلت. بيقول اكيد جن الجليد هنا، بيسيبهم بسرعه وبيطلع يجري من المكان داخل الغابه. بيقول في باله الجو برد جدا، انا جعان ومش قادر اتحرك، زمان الكل مات وما عادش غيري. لسه بيبص قدامه، وهنا كانت المفاجاه، كل افراد الفرقه اللي سابهم قاعدين ياكلوا ومولعين نار وكمان لابسين جواكت. الواد بقى مش مصدق عينه وبيقول ازاي الضعفاء دول لسه عايشين وبياكلوا كمان، ايوه اكيد هم خبوا المعدات عننا علشان نموت وسابونا لوحدنا، انا لازم انتقم منهم واقتلهم كلهم. بيتعصب جامد وبيزعق لهم وبيقول انا لازم اخلص عليكم، ايوه انتوا خبيتوا المعدات والاكل عن الفريق ولازم تموتوا في اسرع وقت. بيقرب منهم ولسه هيضربهم وبوم صياحه اقترب، ايوه سونج خلاص في المكان. بيقول له ما ترميش اخطائك على الغير وتحاول تبرر افعالك يا جبان. بيتضاير بعدها كده وراه وبيقول لهم ملهاش اي لازمه تخبوا نفسكم، انتم طاقتكم واضحه على الاخر. فعلا جن الجليد كان
متابع الواد ده وماشي وراه علشان يدلهم على مكان الباقي. بيتكلموا مع سونج وبيستهزئوا بيه وبيعرفوا انهم خلاص هيقتلوهم. سونج بقى بيرد عليهم هو كمان والكل بيستغرب. ايوه انت ازاي بتعرف تتكلم بلغه الوحوش دي؟ سونج بيقول في باله اكيد ده بسبب النظام، اكيد هو اللي خلانا نفهم كلامهم. ما علينا، المهم ها انتم عاوزين ايه؟ قائد الجن بيقول لسونج بسيطه قوي، فانا التابع بتاعي ده كان قال لي ان هو عاوز ياخد نزال فرد ضدك، وده لانك عرفت يعني تصد السهم بتاعه اول مره. وبوم في اقل من ثانيه سونج كان طار عليه وطير دماغه. بيقول له ها وبعدين بوم بيهجم على الزعيم كمان وبيقتل حصانه. الزعيم ده بيتحمس جامد وبيقول له عاش عليك، ما كنتش متخيل ان المجموعه الضعيفه دي هيكون فيها حد مسلي كده زيك، بس صحيح انت ليه ماشي مع البشر دول وانت مش زيهم؟ سونج بيتصدم كده وبيقول له ما فهمتش تقصد ايه؟ الزعيم ده بقى بيقول له احنا الوحوش عندنا صوت كده في راسنا دايما بيحثنا على قتل البشر، ولكن الصوت ده ما بيقولناش نقتلك، فامشي يا عم من قدامنا وسلمنا اللي وراك واحنا مش هنعمل لك اي حاجه. سونج وقتها بيفهم ان كل اللي بيحصل معاه ده بسبب قدراته. بيقول بعدها للوحش لا انا مش هتخلي عن حد وهقتلكم كلكم. جن الجليد ده بيضحك كده وبيستهزأ بيه لانه واحد وهم كتير، ده غير ان هو اجمد منه كده كده هيقتله. وقتها سونج بيضحك هو كمان وبيقول له تمام لو على العدد فانا مش هخسر. قيام ومره واحده الجنود بتوع سونج بيملوا المكان، الدببه كمان ويغرسوا حرفيا جمدان. كل الصيادين واقفين مصدومين ومش مصدقين اللي عينيهم شايفاه. ده ايه القدره الساحقه ديت؟ جن الجليد هو كمان لما بيشوف جنود سونج بيتحمس وبيمر اتباعه في بدء القتال. المعركه ما بين الاثنين بتولع فعلا والكل شغال ضرب في كل حته. الصيادين هم كمان كانوا مرعوبين وتعالوا نهرب بسرعه من المكان، احنا مكاننا مش هنا. 3 من جن الجليد بيشوفوهم وبيضربوا عليهم السهام، ولكن سونج بسرعه جنونيه جدا بيمسك السهم بتاعهم بيخلص عليهم في لمح البصر. الجنود بتوعه كمان شغاله كسح في الجن ومش رحمين اي حد. بس زعيم الوحوش دولي كان مرعب جدا، قدراته وسرعته فتاكه وسونج لوحده مستحيل يقدر يقتله. لا ده حتى لو واجهه هو واغريس فبرضه صعب يقدر يهزمه. بالفعل القتال ما بين سونج والوحش بيبدا وحرفيا جمدان. الاثنين بينطلقوا على بعض بسرعه جنونيه جدا وسونج بيطير لفوق بينزل على الوحش بعدها بكل قوه لكنه بيتفادى الهجوم، بيدوس على السلاح. الواد على طول بينقل السلاح لايده الثانيه وبيهجم عليه. الوحش بياخد باله وبيصد الهجوم وبوم بالخنجر الثاني كان خلاص هيقتله، ولكن الوحش بسرعه رهيبه جدا بيتفادى الهجوم ده برضه وبيديله بالرجل يطيره بعيد، مفكر ان هو خلاص كده المسيطر. بيستهزأ بيه ولكن بوم سونج بيضحك عليه. هجوم نار على الوحش من فوق بيدغدغ ابوه. ايوه انت مفكر ان الهجوم بتاعي هينتهي كده ولا ايه؟ ده احنا جامدين قوي. في الوقت ده بقى كيم اخيرا بيفوق وبيشوف سونج قدامه، بيفتكر لما ضربه وبيتعصب جامد. بيقول انا ازاي سمحت للضعيف ده ان هو يضربني، لازم اخلص عليه. بيمسك السيف بتاعه وبيهجم على سونج من ناحيه شكله خلاص هيقتله. في نفس الوقت ده زعيم الوحوش كان فاق وتعصب جدا وهجم على سونج من الناحيه الثانيه. بيقول له اخلص عليك. الاثنين رايحين ناحيه سونج وهوبا اغريس في المكان بيعمل حاجز جليد على الوحش وبيخليه ما يشوفهمش. بعدها بيخلص على كيم وهو داخل عليهم وبيقتله بضربه واحده. سونج كمان بيستدعي الظل بتاعه وبوم بيضرب الوحش بيه بيبعده. ايوه سونج خلاص قتل كيم واستحوذ عليه. بيقول له كنت عارف انك هتحاول تعمل كده، المهم حاليا انت اسمك ايرون ويلا علشان هتساعدني في القتال. فعلا ايرون بيستخدم قوته على الوحش وبيعصبه. الوحش بيهجم عليه بغباء والتاني بيتصداله. الزعيم بيهجم عليهم بعدها بس التاني برضه صامد ومش سايبه يقتله. وقتها بقى زعيم الوحوش ده بيقول لسونج الواد ده مش كفايه عليا، تعالوا انتوا الثلاثه مع بعض. سونج بيضحك كده وبوم بينطلق عليه. الثلاثه بيشتغلوا ضرب في الوحش مش سايبين له اي فرصه. ايرون هو كمان بيستخدم صيحته وبيجذب انتباهه. الوحش بيطير عليه ومفكر ان هو خلاص قتله، كان طاير وفرحان وهوبا سونج في ظهره بالخنجر غرزهوله، بس الوحش كان سريع جدا وقدر يتفادى الضربه المميته. رجع بعدها لبعيد. في الوقت ده بقى كان الصيادين واقفين بيتفرجوا على المشهد ده ومش مصدقين عينيهم. بيلاحظوا تفوق سونج على الوحوش دي وكمان الجنود بتاعه خلصوا على كل الجن، ما عادش غير الزعيم وبس. الزعيم هو كمان ما كانش يعرف ومفكر انهم اللي كسبوا القتال، بس سونج بيستهزأ بيه وبيقول له الحقيقه. الوحش بقى لما بيعرف بيتعصب وبيطير عليه علشان يقتله. سونج على طول بيحدف الخنجر بتاعه في الجو والوحش بيتفاداه، مفكر نفسه فدى الهجوم، ولكن ده عندها يلا بوم الخنجر بيرجع من تاني وبيكسر سلاحه. ايرون من تحت الارض هو كمان بيطلع ويثبته في المكان. السحر من بعيد بالنار واحلى مسا عليك يا فنان. تخيل بقى ان الوحش بعد كل الضرب ده هيموت يا صديقي. لا والله الوحش بيتعصب وبيخلص على ايرون وخلاص هيكسر الدنيا، بس بوم سونج من جنبه بمهاره الاختفاء بيقول له انت خلاص خسرت. الوحش بيمسك ايده وهيهجم عليه وهوب ايرون من تاني بيظهر له بالمطرقه بتاعته على دماغ الوحش بيفرتكها. ايوه كده خلاص الزعيم اتقتل. سونج مستواه بيزيد ومحدش مصدق اللي عينه شايفاه. ايرون هو كمان بعد ما قتل الوحش فضل يضرب فيه كمان وكمان وتحس ان دماغه لسعه يا صديقي. المهم بعدها سونج بيروح على الفريق علشان يطمنهم ويقول لهم ان المغاره خلاص انتهت، مر 7 ايام بالظبط واللي معناه ان عدى 7 ساعات بس في العالم الحقيقي. الصيادين بعد ما بيعرفوا انهم هيخرجوا خلاص بيفرحوا جدا وما بيكونوش مصدقين نفسهم. البوابه اخيرا بتظهر والعيال خلاص طالعين، بس طبعا سونج كان عاوز يروح على جثه زعيم الوحوش علشان يستدعيه ويكتسب قوته ويكون واحد من ظلاله. المهم في نفس الوقت ده بقى عند بايك كان واقف كده وزعلان وهوبا البوابه فتحت. ايوه اتصدم جدا ومش مصدق عينه. بيقول اكيد كيم عملها، انا متاكد انك عندك القوه ديت يا بطل. بيبص كده في اللي خارجين ومش لاقي كيم، لا ده
بيشوف بارك والواد ده وكمان سونج والبنت اللي معاه بيخرجوا. المدير قال لما بيشوفه بيفرح جدا وبيتحمس وتحس انه اكتر حد كان مستنيه يرجع يا صديقي. المهم سونج بقى لما طلع كان متعصب كده، قال للبنت ديت تعالي يلا علشان اروحك. بيمشي فعلا ولكن بايك بيقول له على فين؟ انا عندي شويه اسئله ليك ومش هتمشي غير لما تجاوبهم. سونج وقتها بيتعصب من كلامه وبيشيل ايديه، بيقول له بعدها وجه اسئلتك ديت لافراد نقابتك انت، انا مش فاضيلك. بايك بيتعصب منه بيفعل قوته علشان ياخد الجواب بالعافيه. بيقول له في 6 من اعضاء نقابتي مفقودين، مش هتمشي الا لما اعرف ايه اللي حصل. سونج في الوقت ده عينه بتتغير وبيقول له والاثنين اللي باقيين انا اللي انقذتهم، هو مش من واجبك تشكرني عليهم ولا ايه؟ وقتها بايك بيتحرق دمه وبيقول له عندك حق، شكرا علشان انقذت افراد نقابتي. بعدها سونج بيسيبه وبيمشي من المكان، وبايك في الوقت ده بيسال البنت عن اللي حصل، بتحكي له على كل حاجه، بتقول له ان هو بعد ما هزم الزعيم مزاجه اتعكر كده وبقى زي ما انت شفته. بايك بعدها بيقول لها تمام وبيطلب منها الراحه، وبعدين خلاص كان ماشي، بس بيقول لآن انا عاوزك تضم الواد ده لنقابتنا مهما حصل، الواد ده مش طبيعي وشكله كده عارف مقامه يا صديقي. المهم في نفس الوقت ده سونج بيوصل البنت ديت على البيت وبعدها بيسيبها ويمشي. بيفتكر بقى اللي حصل جوه المغاره لما حاول يستخرج ظل الزعيم، ولكن بعد 3 مرات فشل وما قدرش ان هو يطلع اي حاجه، وعلشان كده كان متضايق ومتعصب زي ما انت شفته كده يا صديقي. المهم تاني يوم بقى الصبح الواد بيجهز نفسه وبيطلع علشان عنده مغامره النهارده مع البنت ديت وجينو، وبينطلقوا الى مكان المغاره. وبالفعل بعد ما بيوصلوا على هناك سونج على طول بيطلع الجنود بتوع الظل بتوعه وبيشتغلوا في التصفيه. جينو طبعا كان اول مره يشوف الوحوش ديت وبيسال سونج عليها، والواد طبعا بيخبي الحكايه. المهم بعد ما بيخلصوا على المغاره ديت جينو بيزعل جدا وبيحس ان هو ما عادش ليه لازمه نهائي، ده حتى الاحجار السحريه اللي كان بيجيبها الظلال بقت بتستخرجها، وكان حزين جدا. في الوقت ده بقى واحد من الجنود بيخفف عنه والواد فعلا بيروق وشكله مسخره الصراحه. المهم بالمغاره ديت كده سونج وفى الوعد لجينو وخلص على ال20 واحده من الرتبه الثالثه اللي اتفقوا عليها. حاليا ما عادش ليه لازمه مع سونج، وقاعدين بياكلوا واحتفلوا بانهاء الانجاز ده. الواد طبعا كان حزين جدا عشان سونج خلاص هيسيبه يمشي، ولكن سونج بيطمنه، بيرفع معاه كاس كمان وبيقول له ما تقلقش مش هسيبك، انت خلاص بقيت اخويا الصغير. جينو حرفيا الكلمه رشقت في قلبه وفرحته جدا، كان مبسوط على الاخر. المهم بعدها سونج بيرجع البيت بتاعه يودع اخته علشان رايح على مغاره فرن الشيطان. ايوه هو البرج اللي دخله قبل كده وكان هيموت ورايح فيه دلوقتي علشان يجيب العلاج اللي هيعالج بيه امه. بيوصل هناك فعلا وبيفتح البوابه، دخل جوه على طول ومهمه بتظهر قدامه، لازم تقتل 10,000 وحش في البدايه علشان تقدر تطلع البرج ده. الواد بيتحمس من العدد وبينطلق علشان يدغدغ الدنيا، ولكن في الاثناء ديت بتطلع له وثيقه كده علشان تبين له يعني الطريق، كمان نور كبير بيظهر قدامه والمفروض يوصل الوثيقه ديت لهناك علشان يقدر يطلع البرج. بالفعل الواد بيستدعي الدب العملاق وبيركبه، ووحوش كتيره كانت قدامه، بس على مين؟ ده الدب تانك المتين بيخلص على كل الوحوش وبيوصلها على هناك، وحاجه اخر حلاوه. في نفس هذه الاثناء وتحديدا في احدى المغارات الوحده اللي هناك بتلاقي بشري كده موجود داخل المغاره وبيضرب البشر. ايوه هو مش من نفس بلد الناس اللي دخلوا المغاره ديت، وبيطلب منهم يرجعوه على بلده. فعلا بياخدوه يحبسوه داخل احدى السجون وبيتصلوا على واحد من نفس بلدته علشان يتواصل معاه. وايوه هو ده الاتصال اللي وصل لهوانج وخلاه يرجع بسرعه ويمشي من المكان. وتعرفوا مين الراجل اللي هوانج رايح له ده يا صديقي؟ ده هو ابو سونج البطل بتاعنا، واللي كان اتحبس في مغاره لمده 10 سنين ولسه لاقيينه حالا يعني. المهم على طول هوانج بيقعد معاه علشان يستجوبه، بعدها بيبص في الملف بتاعه علشان يعرف دنيته. ايوه بيعرف ان ده ابو سونج اللي كان عاوز يقتله وبيتعصب منه جدا. نيه القتل بتاعته بتظهر والاب بيلاحظ الموضوع ده، بيساله انت عاوز من ابني ايه؟ هوانج بيقول له كنت هقتله بس لحسن حظه ابنك مات وانت هتحصله، ولكن تخيل بقى انه هيقدر يعمل اي حاجه؟ لا والله ابو سونج بيمسكه ويدغدغ له دماغه وبيرميه في المكان ده خسران، جسمه متدغدغ، وحرفيا كل اللي شافوه كانوا مصدومين من اللي حصل، وازاي اصلا صياد من رتبه اس يتهزم بالسرعه ديت، دي شكلها هتبقى مدعكه. المهم في نفس الاثناء ديت بقى عند سونج الواد كان وصل للطابق ال50، ظهر له زعيم الطابق واسمه فولكان، علامته حمراء وده معناه انه وحش صعب وسونج هيعاني معاه ويمكن كمان يقتله. سونج بقى كان لسه بيبص عليه وهوبا فولكان بينطلق بسرعه جنونيه عليه وبيضربه. الواد ما بيلحقش يستوعب وبيلاقي ضربات تانية عليه وبيفاديها، بيديله بعدها بوكس بكل قوته وبيحدفه بعيد، بيستجمع شتات نفسه لسه ما لحقش وبوم فولكان بيطير عليه بسرعه جدا. يخرب بيت اهلك يا جدع انت عجل ورشيك كده ازاي؟ سونج على طول بياخد الدرع بتاع ايرون وبيحمي نفسه بيه، بس فولكان كان مستمر في الضربات عليه ومش رحمه نهائي. الواد خلاص ما عادش قادر يستحمل وبيفكر في طريقه علشان يهزم الوحش ده، بيستغل بقى رفع دراعه وبيحدفه بالدرع علشان يخلي توازنه، بيلف من ورا بعدها بسرعه جدا علشان يضربه في رقبته، وهوبا فولكان كان محاصره. ايوه هو عارف ان علشان يضربه مفيش حل غير رقبته، وعلشان كده كان مكمل له، كان خلاص هيقتله، ولكن سونج بيستخدم مهاره يد الحاكم وبيبعد نفسه بعجوبه، بيقول في باله انا لازم اثبت الحركات المجنونه دي والا عمري ما هعرف اقتله. بالفعل بيشوف بيت كده وبيجي في باله فكره، بيجري على هناك، فولكان بيشوفه هو كمان وبيجري وراه عاوز يقتله، بس سونج بيطلع لفوق بسرعه رهيبه جدا والوحش ما بياخدش باله، بيخبط هو كمان في الجدار والدخان بيطلع وبيملى المكان. سونج هو كمان بيستغل الدخان ده وبيخرج سلاحه الثاني، بينط على الوحش من نقطته العمياء واحلى مسا عليك. ايوه سونج خلص على فولكان زعيم الطابق ال50 وقوته زادت
ومستواه حاجه اخر حلاوه. كمان بيكتسب قطعه شجره العالم واللي هي المكون الاول لعلاج امه. الدنيا بتروق واحده واحده، بيستمر في الصعود لحد الطابق 75 وبيقابل الزعيم هناك. الزعيم ده بقى كان المره دي لوحده، ولما شاف سونج والجيش بتاعه حرفيا كان هيعملها على نفسه. فضل مستخبي لحد لما سونج راح عليه هدده، بيقول له انت مفكر انك لما تستخبى انا مش هعرف مكانك؟ انت مستغرب من الجيش والقوه ديت صح؟ طب يلا طريق السلام انت. وبوم بيدغدغ دماغه، واللي هو ايه القوه ديت يا عم ما ترحم عقولنا شويه. بعد بقى ما بيخلص على الزعيم بيكتسب برضه قطعه تانية للعلاج، وكده ما عادش غير زعيم واحد بس وهو زعيم الطابق 100. بس سونج مؤنته واكله كانوا خلاص خلصوا، فبيقرر يرجع المره دي من البرج ويكمل يعني في وقت تاني، وخصوصا ان هو لو اتاخر اكتر من كده الناس هتلاحظ ده والكلام هيكتر. المهم سونج كان كمان اختار صندوق المكافآت العشوائي وظهر له مفتاح اسود جدا وكل حاجه فيه مجهوله، حتى المكان اللي هيدخل فيه مكتوب عليه هيظهر لما سونج يستوفي الشروط. وشكلنا كده هنشوف عظمه يا صديقي. المهم في نفس الاثناء ديت في العالم الخارجي كان المدير ان والمساعد بتاعه بيدوروا على سونج في كل حته علشان يضموا له النقابه بتاعتهم. جينوها كمان بعد ما عرف ابوه ان هو خلص على 20 مغاره من الرتبه سي لوحده، ابوه قفشه عارف ان سونج هو اللي ورا الحوارات ديت، وبعدها طلب منه يضم له النقابه بتاعتهم والا مش هيعترف بالانجاز بتاعه. وشكل كده الدنيا هتقطع نفسها عليه يا صديقي. المهم بعد ما سونج بيرجع من البوابه ديت بيكتشف ان هو كده جاب عنصرين لاكسير علاج امه، ولسه فاضل واحد بس اللي هو مع زعيم الطابق 100. وعلشان كده سونج بيقرر يقوي نفسه في اسرع وقت ويقتل وحوش اكتر علشان يقدر يجيب الاكسير ده، بس بسبب ان سونج رتبته قدام الكل هي ايه فهو مش هيعرف يدخل بوابات متقدمه وخطيره، وبسبب كده سونج بيقرر يعمل اعاده تقييم لقدراته علشان يعرف يدخل المغارات دي. بالفعل الواد بيروح على مكان التقييم والدنيا بتروق هناك. بيكون هناك بقى اعداد كبيره من المستكشفين تبع كل النقابات اللي بيصطادوا الصيادين اصحاب الرتب العاليه، وكان هناك خصوصا مساعد المدير ان، واللي اول لما بيشوف سونج على طول بيرن على بايكو بيعرفوا بيه. رئيس نقابه تشوي هو كمان كان في المكان وبيتكلم مع القائد شو علشان يعرف هويه الصياد اللي انقذ سمعه نقابه النمر الابيض وخلص على زعيم المغاره من الرتبه اس. لسه ما لحقوش يتكلموا وهوبا بيسمعوا صوت زعيق جدا في القاعه، بيروحوا على هناك بسرعه جدا. واللي حصل يا صديقي ان سونج لما دخل علشان يقيس طاقته ويعيد تقييمه الاله ما قدرتش تستحمل كميه الطاقه بتاعته، جابت ايرور وكل اللي بيتفرجوا ما عادوش فاهمين اي حاجه. البنت بقى اللي بتقيمه بتنده على المدير بتاعها علشان يعرف ايه الغلط هنا. المدير اول لما بيجي هو كمان بيتصدم، بيقول لها الاله ديت مش بايظه ولا حاجه، لا دي القوه السحريه اللي عند الصياد سونج هي اكتر من استيعابها، والمعنى ان هو عاشر صياد في البلاد يوصل للرتبه اس. طبعا الكل بيتصدم من الكلام والقاعه الموجود فيها الصيادين بيتصدموا ومحدش فاهم اللي بيحصل، وعلشان كده رئيس نقابه تشوي بيوصل واول لما بيشوفه حرفيا بيتصدم. بيقول في باله اكيد هو ده اللي القاعه كلها عماله تتكلم عليه، انا لازم اضمه للنقابه بتاعتي في اسرع وقت. ولكن سونج ما بيرضاش يعبره حتى وبيختفي من المكان بسرعه قبل ما اي حد تاني يجيله. ولسه سونج ما لحقش يمشي الرئيس تشوي بيبص كده على الشارع وبيشوفه، ايوه بيشوف بايك رئيس نقابه النمر الابيض وهو واصل على المكان. بيقول في باله النقابه بتاعته اكيد بعيد، هو علشان يوصل بنفسه جري وبسرعه ديت فاكيد الواد ده هو اللي دخل على المغاره اللي فاتت. عامه كده انا عرفت كل اللي انا عاوزه وخلاص كان سايبهم وماشي. بس بايك اول لما بيشوفه بيتعصب جدا وبيقول في باله ده اخر شخص انا كنت عاوزه يعرف بقوه سونج، وده لانه خايف ياخده منه. المهم بالليل بقى سونج بيروح على والدته المريضه علشان يزورها، بيعرفها ان هو خلاص فاضل له تك على علاجها وبعدها بيخرج من المكان. ولكن اول لما بيطلع بيلاقي المراقب شو واقف في المكان ده بينده عليه. سونج بيمشي من جنبه وما بيرضاش حتى يكلمه، ولكن شو بيقول له مش انا اللي عاوزك، لا ده في شخص مهم جدا عاوز يكلمك. وفعلا سونج بيحس بالهاله بتاعته وبيروح معاه، واللي بالمناسبه ده رئيس مجموعه الصيادين غنهي. في الاول غنهي بيهني سونج على ترقيته وحصوله على قوه صياد من الرتبه اس، بعدها بيخش في الموضوع على طول وبيقول له احنا اجلنا موعد ظهورك للعامه ومعرفه الكل انك صياد من رتبه اس علشان تفكر في اللي انت ناوي تعمله، لان في البلد ديت بيحكمها الصيادين ومش الحكومه، ووسط وجود 5 نقابات كل واحده فيهم فيها صياد من الرتبه اس انت لو رحت لاي واحده فهتخلي التوازن القوه ديت، واي نقابه انت هتنضم ليها هتكون هي الاقوى والمستحوذه على كل المجد. وعلشان كده انا رئيس مجموعه الصيادين عاوزك تنضم لينا في النقابه بتاعتنا ونوازن القوى، وفي المقابل يعني هنسمح لك بحريه تامه وفلوس كمان مجزيه، وهنعوضك عن عرض اي نقابه انت هتاخدها. سونج في الوقت ده بيقلبها في دماغه وبيقول انا لو انضميت للجمعيه فهحصل على احترام وثقه كل الصيادين وكمان الفلوس، بس للاسف انا برفض عرضك. المدير غنهي بقى كان حاسس بكده وقال شكله زي اي حد هيجري على اللي بيديله فلوس مش اكتر، ولكن سونج بيصدمه وبيقول له انا اسف بس انا حاسس ان المكان اللي بيناسبني اكتر هو المغاره، وده لاني عاوز اخد معارك اكتر وقاتل وحوش اكتر. العجوزه لما بيسمع الكلام ده قلبه بيرفرف بيتحمس جدا وبيقول في باله بالرغم من ان الكلمات ديت صادره من ولد قد حفيدي بس هي حمستني جدا خلتني انا كمان عاوز اقاتل الوحوش، لو بس انا كنت اصغر ب10 سنين كان زماننا بقينا اصحاب. عامه طالما انت عاوز كده فانا مش هجبرك على حاجه، انت اكيد اضرب مصلحتك. سونج طبعا بيشكره على العرض بتاعه وبعدها بيسيبه ويخرج من المكان. المدير غنهي بقى بعد ما شافه وهو ماشي كان لسه متحمس كده وفرحان، طلب من مراقب شو انهم يروحوا يحتفلوا بسرعه، وتحس كده ان سونج
يفكروا بنفسه وهو صغير يا صديقي. المهم في الاثناء ديت بقى تحديدا في امريكا، هو انج كان لسه صاحي وهو متكسر، جسمه متدغدغ بعد العلقه اللي اكلها من جين ابو سونج. هو بيجي له في الوقت ده مساعد قائد النقابه اللي هو فيها، بيساله عن جين وهل هو وحش ولا انسان عادي. هو انج بيقول له انت بعد ما شفتني في الحاله ديت لسه بتسال؟ هو اكيد وحش مش انسان، لازم نقتله. المساعد بعدها بيقول له تمام، وبيخرج من المكان بسرعه. واول لما المساعد بيخرج، هو انج بيفتكر المذله اللي اخدها من جين، بيتعصب جدا وبيقول في باله انا لازم ابقى اقوى واستخدم اداه سريه واخلص على الكلب ده، انا مش هسامحه. وكان في قمه الغضب يا صديقي. نروح بقى لسونجو اللي كان قاعد زهقان ومش لاقي اي حاجه يعملها، وبيقلب في النت عن اي مهمه من رتبه عاليه كده ياخدها لحد لما الرخصه الجديده بتاعته يعني تطلع، ولكن برضه مش لاقي. بس بيلفت نظره مهمه لتعدين زنزانه من الرتبه الثانيه مع نقابه تشوي، وطبعا الواد بيروح عليها، وده لانه عاوز يجرب يقتل الوحوش ومحدش شايفه او يسلي نفسه يعني بالمره وخلاص. وبالفعل الواد بيلبس وبيروح على هناك. واللي بيحصل مع فرقه التعدين بقى يا صديقي ان رئيس النقابه في الاول بيدخل هو والفرقه الرئيسيه على هناك ويخلصوا على الوحوش ويسيبوا زعيم المغاره علشان المغاره يعني ما تتقفلش. بعدها فرقه التعدين تدخل وتجيب كل الجواهر، ثم اخيرا يخرجوا. بالفعل رئيس النقابه تشوي بيفعل قوته وبيخرج سحر ناري يدغدغ المكان، بيخلص على كل الوحوش في ثواني، وبعدها بيخرجوا من المكان. سونجا طبعا كان واقف بره مستنيهم يخلصوا ومتحمس جدا، بيشوف وهو واقف نائبه الرئيس تشاهي وهي خارجه، وبيلاحظ قوتها، بيعرف انها كمان من رتبه اس وشكل قوتها كبيره جدا. البنت هي كمان بتلاحظ طاقه سونجا وتبص عليه، بس كان غير مكانه بسرعه جدا وما شافتش هو راح فين. المهم بعدها بتدخل فرقه التعدين معاهم، وسونجا طبعا كانوا مفكرينه غلبان ومش هيعرف يساعدهم كتير، بالذات يعني ان هو لسه ظاهر لهم رتبته اللي هي ايه، ولكن الواد حرفيا بيصدمهم وبيجمع معظم الحجاره لوحده. الكل مصدوم من قوته وقال له هو دي اداه حفر ولا ايه؟ ما علينا. دلوقتي وقت الغدا بقى وبيندهوا على سونجا علشان يرتاحوا، بس الواد بيقول لهم قدامي شويه كده وهاجي، فروحوا انتوا. سابوه من هنا فعلا، وسونجا ده اللي كان عاوزه بيرمي السلاح اللي معاه وبيجري بسرعه على غرفه الزعيم، متحمس على الاخر وبيطلع سلاحه وعاوز يخلص عليه. لسه كان هيدخل وهوبا تشاهي في المكان بتقول له بتعمل ايه في الوقت ده والزعيم خلاص وراك. سونجا على طول بيخفي السلاح من ايده وبيتوه عليها، بيقول لها مفيش، انا بس كنت شغال في التعدين ورجلي جابتني لحد هنا بالغلط. تشاهي بتقول له خلاص تمام، خد بالك من نفسك بعد كده وما تغامرش اكتر علشان ما تسببش اذى للفريق بتاعك. سونجا بيفهم كلامها وخلاص كان هيمشي، بس الواد وهو معدي كده من جنبها البنت اتصدمت. ايوه شالت المنديل من عليها وقربت منه بسرعه جدا وهي مصدومه، بتقول له انت ازاي ما فيش ريحه وحشه حواليك؟ انت متاكد انك صياد؟ سونجا بيقول لها ايوه، وبيوري لها كمان كارنيه النقابه بتاعته. تشاهي بتتاكد منه فعلا وبعدها بيسيبها ويمشي. والظاهر كده يا صديقي ان تشاهي ماشيه بمنديل بسبب انها بتكره ريحه الصيادين، ولكن هي مش شامه ريحه ديت مع سونج، وبالعكس دي شامه ريحه حلوه. ما علينا يعني. المهم تنتهي فقره التعدين وسونج بيتحاسب من رئيس الفرقه، بياخد اعلى اجر فيهم اللي هو يا عم ده انت كنت جامد جدا وكسرت الدنيا، ابقى تعالى واشتغل معانا وهدي لك 5 اضعاف الناس. سونج طبعا بيرفض عرض القائد وكان خلاص هيمشي، بس القائد بيطلب منه ينضم لهم في تعدين مغاره بكره، والواد طبعا بيرفض، اللي هو انا جاي معاكم علشان اسلي وقت فراغي مش اكتر، وبص يعني على الوحوش، اكيد مش هاجي كل يوم. قائد الفرقه بقى بيقول له ان المغاره بتاعت بكره واحده من رتبه ايه، وده معناه انها خطيره وهيدوروا على حد تاني. ولما سونج بيعرف بخطورتها طبعا زي ما انتم عارفين بيقول له خلاص انا جاي معاك، الدنيا تمام التمام. بالليل بقى البنت تشاهي ما بتعرفش تشيل سونج من دماغها، وعلشان كده بتتصل على فرقه المعلومات علشان تعرف اي حاجه عنه، ولكن البنت بتتفاجئ ان المعلومات عن الصياد سونج محظوره تماما. غير كده الرئيس تشوي بذات نفسه بحث عنها وهي ما عادتش فاهمه اي حاجه، على طول بقى بترجع تنام على سريرها وبتقول الصباح رباح. المهم الصبح سونج بيوصل عند فرقه التعدين وبيدخلوا المغاره، الواد بيكسر الاداء جوه وبيطلعوا بعدها علشان يرتاحوا، والفرقه اللي هتدخل اخيرا بتوصل، بس للاسف الفرقه ديت مش معاها حمال وعاوزين حد يشيل لهم الامتعه. بيعرضوا على اي حد من فرقه التعدين يدخل معاهم وهم هيدوا فلوس كتيره ويحموه، ولكن طبعا ما حدش بيوافق، وده لان الكل عارف خطوره المغاره دي وانها من الرتبه الاولى. بس سونج بقى بيلاقي ان دي فرصته وبيقول لهم خلاص انا جاي معاكم. كل الناس في فرقه التعدين بتحاول توقفه وتخليه ما يدخلش، بس خلاص الواد صمم، وكمان قائد الوحده قال انا مستنيه. بالفعل الواد بيجهز نفسه وبيشيل الشنط وبيدخل معاهم. اول لما بيعدوا المدخل سونج بيقول في باله انا اي نعم عارف ان البوابه ديت من الرتبه ايه والوحوش اللي فيها اكيد مش هيبقوا جامدين قوي، بس انا عندي احساس مشؤوم ويا رب يطلع غلط. بالفعل لسه ما عدوش شويه وهوب بيهجم عليهم مجموعه من الذئاب، رتبتهم هي سي ومفكرين انهم هيقدروا عليهم، ولكن الفرقه ديت بتستعد للقتال وبيمسكوا الذئاب يخلصوا عليها، اللي بيعرف يضرب بالسيف بيضرب واللي بالايد بيكسر، والساحره طبعا بتخلص على كل اللي قدامها. سونج بقى لما بيشوف الفرقه ديت وتحركاتهم بيعرف انهم فرقه جامده اخر حاجه والتعاون ما بينهم عالي العال، بس الواد بيقرب كده من جثه ذئب وبيلاقيها عليها طوق، والمعنى ان في حد بيربي الوحوش ديت وشكلهم كده مش داخلين على خير يا صديقي. لسه ما لحقوش يبصوا قدامهم وهوبا بيتجمع عليهم 19 اورك من الرتبه ايه. العيال حرفيا اول لما بيشوفوهم بيتخرصوا وبوم على طول الاورك ده بيحدف القائد بالرمح يكسر له الدرع بتاعه. الباقي من وراه بيهجم على العيال وبينزلوا الضرب فيهم من كل اتجاه. فريق الصيادين كان بيحاول يتصدى لهم ويهاجمهم، ولكن الوحوش عددهم اكتر منهم ومش عارفين
عارفين يعملوا اي حاجه. البنت ديت بتنجح انها تثبت واحد فيهم بالسحر، والواد ده بيطلع 2 من جنوده علشان يقتلوه، ولكن قبل ما يوصلوا عند الاورك كان مدغدغ ابوهم وهازم الجنود بتوعه. الصيادين بقى اللي من رتبه بيهم كمان ما كانوش قادرين على الوحوش دي، وواحد فيهم فعلا دراعه بيطير. المعالجه على طول بتجري عليه علشان تلحقه، والبنت ديت بتعمل تعويذ على الوحش علشان تمنعه يوصل لهم، بس الوحش بيقدر يعدي من تثبيتها وبيروح على الاثنين علشان يخلص عليهم. ولكن تخيل انه هيقدر يعمل اي حاجه والوحش سونج موجود في المكان يا صديقي. لا والله، هوب مره واحده بيشيل الاورك ده في الجو وهو خافي نفسه، بيدغدغ دماغه وبيطلع على باقي الوحوش بسرعه جنونيه جدا، بيعورهم في رجليهم والوحوش ما بتقدرش تتحرك كويس بسبب الضربات اللي فيها. الصيادين بقى بيستغلوا الفرصه ديت وبيخلصوا عليهم. ايوه اثبت انت وما تتحركش احسن لك يالا. بيخلصوا فعلا على كل الوحوش بمساعده بطلنا وما حدش كان عارف ايه اللي حصل، بس البنت ديت كانت اخذت بالها من سونج وحركاته وقالت في بالها ما علينا، اهم حاجه اننا عدينا المرحله ديت بفضله. بيتفقوا بقى مع بعض بعد ما شافوا الوحوش ديت يا يكملوا جوه المغاره يا يرجعوا قبل ما اورك اقوى من دول يظهر لهم من تاني وما عادوش يعرفوا يعملوا اي حاجه. القائد بقى بعد ما بيعرف خطوره الموقف اللي هم فيه بيقول لهم لا احنا لازم ننسحب دلوقتي، ولما يبقى قوتنا مظبوطه ندخل على المغاره ديت من جديد. الكل فعلا بيسمع الكلام وبيفرحوا وخلاص كانوا طالعين من البوابه، بس لما بيوصلوا هناك البوابه بتكون اتقفلت. ايوه عليها تعويذه سحريه قويه جدا ولازم وقت علشان يفكوها. بالفعل 3 من السحره بيتقدموا عليها علشان يفكوا التعويذه دي، وهوبا طاقه مرعبه في المكان. ايوه صوت بيكلمهم وبيقول لهم انا كرجلان. ال3 اللي بيستخدموا السحر بيتضربوا من قوته والعيال خلاص هتموت. القائد بقى لما بيسمع الصوت بيبص وراه كده ويا حلاوه، اكتر من 50 واحد من جيش الاورك موجودين وخلاص القائد وفرقته استسلموا للموت. بيتقدم على طول لقائد الوحوش دي والقائد هو كمان بيتقدم عليه. الواد بقى وهو واقف كان مرعوب جدا، بيسال الوحش ده انتم مين وعاوزين ايه. فجاه زعيم الوحوش بيعدل جسمه ووشه بدا يحصل فيه حاجات غريبه، بيطلع لهم من تاني صوت كرغلان وبيعرفهم بنفسه، بيقول لهم اهلا بالبشر اللي زارونا هنا، والله وليكم وحشه يا كلاب. عامه انا اعرفكم بنفسي وهقول لكم على كل حاجه، انا كرجلان اقوى ساحر في قبيله الاورك اللي قدامكم دي، وهديلكم دلوقتي خيارين، لا تموتوا من فرقه الاورك اللي بعتها لكم زياره، لا تيجوا لحد عندي واقتلكم. القائد على طول بيساله اذا كان هو اللي سد المخرج ولا لا. كرجلان بيقول لهم ايوه انا اللي سديته، ويلا بسرعه قول لي هتعملوا ايه. القائد في الوقت ده عارف ان دي خلاص نهايتهم وقال للوحش خلاص هنيجي معاك. بعدها القائد بينده على سونج وبيروح له، والقائد بيعتذر له علشان ورطه الورطه دي، بيقول له احنا لما ندخل على زعيم الوحوش هنهجم عليه بكل قوتنا، واكيد ده هيعمل ثغره في دفاعات الوحوش وهتقدر انت تهرب. اول ما تطلع من هنا بلغ على طول فريق الصيادين بخطوره البوابه علشان يبعتوا الدعم لينا. سونج بعدها بيقول للقائد بس انتم كده هتموتوا، اللي يخليكم تعملوا كده. القائد بعدها بيقول له علشان احنا الصيادين مش مهمتنا نرجع من المغارات عايشين، احنا مهمتنا ننقذ الناس. بعدها بيبص لكل اعضاء فرقته وبيلاقيهم متفقين على نفس الكلام. البنت ديت هي كمان بتدي لسونج الوصيه بتاعتها والدنيا قلبت احزان. سونج في الوقت ده بقى بياخد الوصيه بتاعت البنت وبيقول في باله خليها معايا دلوقتي. بيفتكر اللي حصل معاه في المغاره المزدوجه زمان لما الكل اتخلى عنه، بيعرف بقى ان الفريق ده كويس وكلهم ناس طيبه ما ينفعش تموت، وفعلا الواد بيقرر يروح معاهم. بيوصلوا بقى اخيرا على مكان زعيم الاورك كرجلان، والكل اول لما بيشوفه بيتصدم. ايوه ده في جيش من الوحوش على كلا الجانبين واللي خلاص شكلها دي نهايتهم. الزعيم بتاعهم هو كمان كان قاعد متربع على العرش وبيرحب بيهم. في نفس الوقت ده بقى وتحديدا قدام البوابه كانت تشاهي راحت على فريق التعدين علشان تسال على سونج وتعرف اخباره. القائد طبعا بيعرفها ان هو دخل مع الفرقه الثانيه كحمال، والبنت بتتصدم بتقول في بالها هو عاوز ينتحر ولا ايه؟ دخول بوابه بالقوه ديت وانت من رتبه ايه؟ ده معناه انك مستغني عن حياتك. البنت لسه بتتكلم وهوبا حست بقوه غريبه جدا جايه من البوابه، على طول بتاخد منجل من القائد وبتدخل على جوه وشكلها خلاص ناويه تساعدهم. في نفس الوقت ده بقى كان كل وحوش الاورك اشتغلوا في الضرب والصراخ والجو مرعب لاعلى الحدود. كرغلان هو كمان متحمس على الاخر وبيستهزأ بالبشر وبيسكت اتباعه. قائد الصيادين برعب في صوته كده بيساله هو ليه جابهم هنا طالما عنده كل القوه ديت، ليه سابهم عايشين لحد دلوقتي وما قتلهمش وخلص منهم. كرغلان بيضحك عليه كده وبيقول له للتسليه مش اكتر، ايوه انتم بس مجرد حشرات هسلي جنودي بيهم وبعدها هخلص عليكم، اشد العذاب والضرب هتاخدوه، مش هسيبكم حتى تاخدوا نفسكم. وبعدها بينشر هاله الرعب بتاعته في المنطقه. الكل لما حس بيها ملامحهم اتقلبت 180 درجه، حرفيا خلاص هيموتوا من الخوف قدامه. بس كرغلان بيلاحظ سونج وسط العيال دي وانه ما تهزش ولا حاجه، بالعكس ده زي ما هو واقف. بعدها بيلبس القناع بتاعه وبيستعد لقتله، والقائد على طول بيستغل النقطه ديت وبينطلق على الوحش بكل شجاعه، مفكر ان اصحابه كلهم وراه، ولكن العيال من الرعب ما قدرتش تتحرك انش واحد حتى. هو خلاص بيهجم لوحده، والوحش هو كمان بيعمل حاجز حمايه وبيصد هجومه. بعدها بيتحكم في جسمه بالجاذبيه وبيطيره لفوق، بينزله تاني بسرعه كبيره جدا وبيدعك وشه في الارض. العيال كلها بتتفرج على قائدهم ووشه بيندعك ومش قادرين يعملوا اي حاجه ولا يلحقوه. الوحش بيفضل يضرب فيه ويهينه وخلاص الواد ما عادش قادر يستحمل، بيترفع لفوق لمره اخيره ولسه هيتقتل وهوبا الوحش في المكان. ايوه سونج خلاص ولع الجمدان. بيقول للقائد وهو واقع على الارض انا عارف ان المغاره ديت من حق النقابه بتاعتكم، نقابه تشوي، بس انا حاليا لو سبتكم الوحوش ديت كلها هتقتلكم ومش هعرف
هعرف احميكم، وعلشان كده هسألك سؤال واحد، انت عاوزني اقتل كل الوحوش في المنطقة دي؟ هنا القائد طبعا بعد ما شاف كمية الثقة والقوة اللي عنده ما كانش مصدق برضه، لسه متردد يقول له حاجة. وقتها سونج بيمسك واحد من اقوى جنود الاورك وبيستخدم نفس مهارة الوحش عليه وبيكسره. بيبص للقائد مرة تانية وبيقول له اخلص عليهم. القائد في الوقت ده بكل حزن وقلة حيلة بيقول له من فضلك ساعدنا. في الوقت ده سونج بيضحك وبيبص للوحش بكل غباء، هالته المرعبة بتظهر وراه والكل واقف ومصدوم ومستني اللي هيحصل. وهوبا قيام جسم الوحوش والهياكل العظمية بيظهر في المكان، والوحش مستغرب ومش مصدق كمية الوحوش ديت وعددها. حرفيا كل اللي واقف مصدوم، ده حتى الساحر اللي من رتبة ايه بيقول ازاي كده؟ ازاي هو استدعى كل دول وانا اخر استدعي وحشين بس وما بقدرش ازود حتى للثالث؟ في الوقت ده بقى الوحش عرف خطورة الموقف اللي هو فيه وبيأمر اتباعه في الهجوم عليه وبيستغل المكان لصالحه. ولكن سونج بيفعل مهارة على الظلال بتاعته بتزود طاقتهم. ايوه المهارة ديت اكتسبها من برج الشيطان وبتعزز طاقة الجنود لاقصى حد. على طول بقى الجنود بتوعه بيشتغلوا قتل في الوحوش وما بيرحموش اي حد قدامهم. ايرون بيخلص على عدد كبير منهم ويغرسوا كمان بيدغدغهم، وسونج مسيطر على القتال. الواد قدراته وقوته لا تكاد توصف والكل واقف ومصدوم ومش مصدق عينه. بس زعيم الوحوش من جهة كان قوي جدا ومحدش بيتصدى له، كمان الاورك اقوياء وبيخلصوا على الجنود العادية بسهولة، وده بيقلل طاقة سونج بسرعة جدا. والوحش هو كمان كان عارف ان مسير طاقته هتخلص، وعلشان كده بيقول له وريني هتعمل ايه بعدها، ووريني هتقدر تعمل ايه معايا بعد نفس طاقتك قدام عينيا. في الوقت ده بقى سونج بيستخدم المتجر بتاعه وبيجيب عبوة ملء الطاقة بيشربها من هنا، وهو بيضحك على الوحش بيقول له قال طاقتك هتقل، قال انا هعرفك دلوقتي قد ايه طاقتي الحقيقية. قيام ومرة واحدة جنود الاورك اللي ماتوا كلهم بيصحوا من جديد. ايوه سونج سيطر على كل الوحوش اللي اتقتلت وخلاص بقى اتباع ليه وهيقتلوا معاه. الوحش هو كمان بعد ما شاف القوة ديت اتسمر في مكانه. ايوه ازاي القوة ديت مع مجرد بشري؟ دي قوة الملك، انا مش فاهم اي حاجة، اكيد في حاجة غلط. وبيقوم بعدها علشان يواجه سونج بنفسه ويستخدم كل قوته عليه. في نفس الاثناء ديت بقى كانت تشاي شافت كل جثث الاورك دي وعرفت ان في حاجة غلط، ربطت شعرها وجهزت نفسها للقتال ودخلت بسرعة علشان تلحق اللي بيحصل جوه وتنقذ اي حد من الفرق اللي دخلت. وبرضه من الجانب الثاني للبوابة كان الرئيس شو وصل هو واثنين من اعضاء فرقة المراقبة علشان يعرفوا تحركات سونج وليه هو هنا يعني. ولكن في الوقت ده بيحسوا بطاقة كرجلان وما بيقدروش يتحركوا، على طول بيجيبوا جهاز القياس علشان يعرفوا طاقة البلورة دي وهي من المستوى كام يعني. وبوم اتصدموا، ايوه دي واحدة من المستوى اس ولازم دعم بسرعة ليها. بيدخلوا فعلا جوه البوابة وبيطلبوا الدعم من رئيس نقابة تشوي، بيعرفوه باللي حصل. الرئيس على طول بيترعب وما بيكونش عارف المفروض يعمل ايه. في نفس الوقت ده سونج والفرقة بتاعته كانت مخلصة على الوحوش. كرجلان في انبهار بيضطر ينزل بنفسه ويخلي المساعدين بتوعه يواجهوا سونج ومفكر ان هو خلاص هيفوز، بس ايرون من ناحية ويغرس من ناحية تانية واخيرا تانك بيخلص عليه. ايوه شكل المساعدين بتوعي اقوى منك، خلاص ما عادش غيرك يا بيه. على طول بقى كرجلان بيستخدم اقوى تعويذة عنده على سونج وبيحاول يثبت حركته او يشيله في المكان، ولكن متخيل ان حاجة من دي هتتأثر على البطل الفنان. ما تقولها معاه كده يا صديقي. لا والله بوم سونج بيخلص على الهجوم بتاعه وبيستدعي 3 من الحراس بتوعه، بيستخدم بلورة الطاقة اللي اكتسبها من برج الشيطان وبيضاعف سحر الوحوش ديت، بيخلص على دفاع الوحش وبيكسر القناع. ايوه اجهز علشان ما عادش غيرك وهتتجلد دلوقتي. في الاثناء ديت بقى شهي اخيرا بتوصل على هنا، واول لما بتشوف المشهد ده ما بتكونش مصدقه عينيها، بتجري على طول تسال العيال على اللي بيحصل، ولكن هم ذات نفسهم مش فاهمين اي حاجه، مش عارفين ايه اللي بيحصل اصلا. المهم في الوقت ده بقى كرجلان بيتعصب جامد وبيحاول جسمه العملاق بيطلع نار كبيره من بقه وحرفيا بتملى المكان، بتكسر على كل الجنود، ونار تانية برضه بتخلص على كل حاجه. مفكر نفسه ان هو كده جامد ومحدش هيقدر عليه، ولكن بوم سونج بسرعه جنونيه جدا بيعوره في عينيه، بيقول طول ما جسمك كبير كده فمستحيل تقدر تعمل اي حاجه، متخلف انت. بعدها الواد بيجرب عليه هجوم الخناجر ولكن ما بتاثرش فيه. ايوه لازم حاجه تقيده والكل ينقض عليه علشان يموت. الواد على طول بيستخدم مهاره يد الحاكم وبيقطع السلسله دي، بيطير بعدها على الوحش اللي فيه عليه وهوبا جابوا الارض. الرئيس شو كان وصل في اللحظه ديت وشاف سونج والقوه بتاعته وحرفيا ما كانش مصدق عينيه. تشاهي بتساله عليه هي كمان ولكن بيقول لها شكلي ما كنتش اعرف اي حاجه عنه. في الاثناء ديت بقى زعيم الوحوش كان خلاص شكله اتهزم وسونج واقف قدامه حرفيا بيذله، بيقول له بعد موت الجنود الساحر مش هيقدر يعمل اي حاجه، انت عمرك ما هتقدر عليا. الوحش بيعافر عليه وبيحاول يضرب في الجنود بس خلاص انت اخدت وقتك وزياده. بوم بيخلص عليه ومستواه بعدها بيزيد حرفيا عظمه على عظمه. بعدها الواد بيروح على جثه الوحش ده علشان يستدعي الظل بتاعه. ايوه بيطلع الظل بتاعه هو كمان وبينضم لجنوده، بيسميه كيبا. وكده واحد كمان من اقوى الوحوش بقى في خدمه سونج وحرفيا هتبقى مدعكه. طبعا القائد وتشاهي والفرقه والكل شافوا كل حاجه حصلت وبطلنا كان سرحان في القتال وما خدش باله من حاجه. لسه العيله هتساله وهوبا القائد شو بيتدخل بيوقفهم، بيقول لهم للاسف المعلومات عن سونج في غايه السريه ومش هينفع تعرفوا اي حاجه. خلاص بقى كانوا هيمشوا من المكان، بس قائد الفرقه اللي انضرب ده كان فاق اخيرا وبيوطي راسه لسونج وبيشكره علشان انقذ حياته وحياه كل اصحابه الموجودين هنا. بيقول له لولاك ولولا مساعدتك لينا كان زماننا كلنا ميتين دلوقتي، شكرا على كل اللي عملته يا بطل. الكل هم كمان بيوطي راسهم مأيدين لكلامه والواد بيفرح جدا. اخيرا بقى بيسلم الوصيه بتاعت البنت ديت لها تاني وبيخرجوا بعدها من المغاره. طبعا تشاهي كانت محروقه جدا بعد ما شافت سونج وقوته ولانه
لانه يعني شافها بالمنجل ده وشكلها كده وقعت في حبه يا صديقي. بعدها بقى رئيس نقابه تشوي بيعرف بكل اللي عمله سونج وانه انقذ فرقته الثانيه، بيعرف كمان حجم قوته وجنوده وبيعقد العزم ان هو يضم للنقابه بتاعته. في نفس الوقت ده بقى كان سونج راح على جيهو وقعد معاه. جيهو كان عاوز ينضم للنقابه بتاعتهم هو كمان، ولكن طبعا سونج بيرفض، وده الهدف كده في دماغه هنعرفه قدام. اخيرا اليوم اللي سونج ياخد فيه الرخصه بتاعته بيجي، والحسنى ولسوء الحظ يعني كان في واحد من المشاهير كمان جاي علشان يعمل اختبار ليه هو كمان. الواد كان عارف ان هو يبقى من الرتبه ايه ومفكر ان مفيش حد قده وقاعد والصحفيين كلهم مالين المكان احتفالا بالبطل اللي لسه هيتولد. ولكن الحزين ما يعرفش ان اليوم مش يومه، لا اليوم هو يوم سونج. المهم واثناء ما كانت الصحافه واقفه بيلاقوا بايكو وتشوي وصلوا على المكان. ايوه مستغربين علشان هم هنا ومفكرينهم جايين علشان ليه ويضموا للنقابه بتاعتهم، ولكن الاثنين بيقولوا لهم لا احنا جايين لسبب مختلف. ايوه هم جايين علشان يحاولوا يضموا سونج للنقابه بتاعتهم وشكل المنافسه عليه مش هتهدى. في الوقت ده بقى سونج اخيرا بيوصل على المكان وبيشوف الصحفيين مالين الحته، ما بيكونش فاهم هو فين النهارده ولا عارف هم هنا ليه. بس الواد ده اخيرا بيطلع قدام الجمهور وبيقعد يتكلم ويفشح عليهم ويدي لهم خطاب يعني يعرفهم قد ايه هو جامد وما فيش منه اتنين. لسه هيكمل كلامه هوبا لو سمحت انا عاوز اعدي علشان عندي تقييم النهارده. الحراس بيتعصبوا بقى وبيحاولوا يمنعوا سونج من الدخول وعاوزينه يمشي. لسه هيكتروا في الكلام وهوبا المدير غنهي ذات نفسه بيرحب بيه علشان يدخله، بيقول لهم هو ضيفي ازاي يعني مش مسموح له يدخل، ارجع يالا منك ليه. فعلا اخد سونج جوه والاتنين القاده ماشيين وراهم. ليه هو كمان ما كانش فاهم اللي بيحصل وراح علشان يشوف في ايه. بس انت مفكر ان الدخول بالسهل كده يا حبيبي؟ لا والله طبعا القائد شو بيمنعه يدخل وبيثبته في المكان. اخيرا سونج بقى بيوصل على مكان غرفه الياس وبيدخل جواها، بيطلب منه يعرض قوته عليهم والواد بيطلع لهم جنود الظل بتوعه حرفيا بيملوا المكان. الطاقه اللي طالعه من الباب بره بترعب كل اللي واقف وبتصدمهم. بيقول لهم اقدر استدعي كمان 100 فوق دول. تمام الكل بيقول له تمام وبيطلع له الرخصه اخيرا. ايوه اخيرا سونج اخد رخصه صياد من الفائس. ده ايه الحلاوه ديت يا عم. بعدها بقى غني بيهنيه طبعا على رخصته دي وبيقول له هستنى اللي هتعمله قدام. بعد بقى ما سونج بياخد الرخصه اخيرا بيطلع بره الاوضه. الاثنين القاده كانوا واقفين بره ومستنيينه علشان يضموا له الفرقه بتاعتهم، ولكن طبعا الواد ما بيرضاش وبيقول لهم انا اسف ورايا امر مستعجل. بيطلع بقى من البوابه وهوبا الصحافه كلهم في المكان بيصوروه. ايوه ده اول صياد يوصل للفائس من سنتين، وحرفيا السبق الصحفي ده بيلف المنطقه بالكامل بيوصل لكل اللي بيعرفوه. اخته هي كمان بتشوفه في الاخبار وما بتكونش مصدقه عينيها. ده حتى جوهي وكل الناس اللي يعرفوه زمان بيشوفوه ما بيكونوش مصدقين. ده ايه العظمه ديت يا عم سونج. وطبعا زي ما كلنا عارفين المعلم ليه ما حدش عبره النهارده واليوم ما طلعش يومه زي ما انا قلت له. المهم بعدها سونج بيطلع على مزاد الصيادين بسرعه وبيدخل عليه. ايوه هو رايح هناك علشان يجيب دروع مقاومه للنار ويدخل بعدها على مغاره فرن الشيطان. بيسال فعلا على الاسعار وبيختار كل اللي هو عاوزه. بعدها بيرجع على البيت واللي حرفيا الصحافه محوطاهم من كل حته واخيرا بيمشوا. اخته بقى كانت متعصبه علشان الناس اللي حوالين البيت وبتقول اخيرا مشوا ده صداع يا اخي. سونج طبعا بيعتذر منها وبعدها بتنام. بعد ما اخته بتنام بقى سونج بيطلع شويه من الظلال بتوعه بيحطهم معاها وده علشان يكونوا حمايه ليها يعني وما يسيبوش اي حاجه تحصل لها. بعدها بيطلع على سطح البيت بتاعه يطلع دوريات من الظلال تنقذ المحتاجين وتحسوا كده قلبها مصلحه يا صديقي. المهم بعدها تاني يوم الواد بياخد صاحبه جيني يوصله على نص المدينه وبيدخل بعدها على المغاره. شكله كده ناوي يكسر الدنيا. لبس طبعا المعدات المقاومه للنار بتاعته واستعد للدخول. هو واقف عند الدور 75 وكده ما عادش ليه غير اخر شويه بس وزعيم واحد لسه هيدخل على هناك وبوم مهمه بتظهر قدامه. ايوه لو قتلت زعيم الوحوش في الطابق ال100 هتاخد مهاره خاصه بالوظيفه بتاعتك. الواد على طول بيتحمس جامد بعد ما بيعرف الجايزه وبيطير على الوحوش يدغدغ فيهم. في الاول بيطلع له وحش عملاق كده في الدور 75 والوحش ده بقى مفكر ان مفيش منه بيكسر في كل اللي حواليه، ولكن تخيلوا انه هيجي مع سونج يا صديقي. لا والله على طول بيطلع كيبه وبيحوله العملاق وبيديله الكره اللي بتضاعف الهجمات السحريه. بيقول له هجم عليه. كيبه على طول بيطلع طاقه ناريه من ايده وبتحرق اللي حواليه. بيضرب الوحش بيها وهوبا بيخلص على كل اللي واقف بينسف المكان بالكامل. وحرفيا سونج ما كانش مصدق الجمدان ده. المهم بيستمر في قتل الوحوش وصعود الطوابق لحد لما بيوصل للطابق ال80. كان قاعد وموزع الجنود بتوعه على المنطقه ومستنيهم يخلصوا الاداء. بس فجاه الواد بيحس بطاقه ايرون بتختفي من المكان. كمان شويه جنود من الاورك بيتقتلوا وبعدها على طول سونج بيحس ان في وحش قوي جدا في المكان. بيحدد وجهته عليه ويستناه وهو بيقاتل في تانك وبيتفرج عليه علشان يعرف هويته. بيلاقي فعلا شويه من الفرسان كده بيضربوا الوحوش بتاعته بيخلصوا عليهم كلهم. الواد بعدها بقى بيطلع لهم كده وبيقول لهم عاش عليكم بقى انتوا بقى اللي بتخلصوا على الوحوش بتاعتي. ده انتم يومكم مش هيعدي. اتنين من الفرسان بيهجموا عليه وهوبا دغدغ ابوهم بيكسر في كل اللي قدامه. سرعته رهيبه جدا وبيروح على الفارس الثالث. بيقول له مالك كده مرعوب؟ هو مش كنت شادد حيلك وقاعد بتقتل في جنودي ولا ايه؟ دلوقتي انا مش هرحمك يالا. وشكل كده الوحش هو اللي خايف منه يا صديقي وبيقول في باله وحش بيهجم عليا. ما علينا. المهم بقى لحد هنا بتخلص الحلقه بتاعتنا. لو عجبتك ما تنساش تقول لنا في التعليقات وما تنساش كمان اللايك والاشتراك يا عم. ويلا سلام سلام سلام.
بعد ما وصل سونج على الفرسان دول وضربهم بيشتعل القتال ما بينه وما بين الفارس ده. الواد بقى كان مسيطر في القتال على الاخر، وايوه بيمسك الفارس ده من رقبته وبيرفعه على الارض. خلاص بقى كان هيقتله، ولكن الفارس بيتكلم وبيطلب منه يوقف اللي بيعمله. الواد طبعا بيستغرب جدا من الصوت وبيشيل القناع علشان يعرف هو مين ده. بيخلعه فعلا، وهنا كانت المفاجأة. ايوه ده بتطلع بنت من جنس الشياطين تحت القناع وبتعتذر لسونج علشان هجمت جنوده. بتقول له انا اسفه مش هعمل كده تاني. الواد بيسيب البنت كده من غير اسئله وخلاص بقى كان ماشي، بس البنت من وراه بتحاول تهجم من تاني والواد برضه بيتصدى لها. بيقول لها ايه اللي انت بتعمليه ده؟ المره دي مش هسيبك. البنت بعدها على طول بتترعب من سونج وبتعرف انها مش قده، وبعدها بتقرر تعترف بكل اللي هي عارفاه. بتقول له انا اعرف كل التصاريح اللي هتخليك تعدي الطوابق ديت بسرعه جدا وتوصلك للطابق 100، بس اهم حاجه ما تقتلنيش وانا اعمل كل اللي تقول عليه. سونج في الوقت ده بيقرب منها كده، ويا الهي الواد بيفعل قوته عليها وعينه بتتغير. البنت لما بتشوفه حرفيا بتترعب وما بتكونش عارفه هو هيعمل ايه. الواد بقى بيقول لها عارفه لو عرفت انك بتديني معلومات مش مظبوطه ايه اللي هيحصل لك؟ البنت بتقول له انا عارفه صدقني مش هدي لك غير المضمون. سونج وقتها قال لها تمام، وبعدها سابها من ايده. بيسالها على المكان اللي هي جايه منه وليه كانت عاوزه تقتله. البنت وقتها بقى بتعرفه بنفسها واسمها ايسل، كمان هي ابنه حاكم الطابق ده وكانت بتقتل في الجنود مش اكتر. سونج بيقول لها ما كنتش اقصد السؤال ده، اقصد انتم مين كلكم وايه اللي جابكم هنا؟ ايسل بتقول له انها مش فاكره قوي، بس هم في صوت في راسهم دايما بيكلمهم وبيقول لهم احموا المكان. الواد بيستغرب جدا وبيسالها على الصوت ده. فجاه بقى النظام بيتدخل والبنت صوتها بيختلف. بتقول له على الحقيقه، بتقول له انها كانت في مملكه الشياطين وبيستعدوا لشن حرب على عدو قوي جدا، ولكن فجاه اتنقلوا هنا وما عادوش عارفين يعملوا ايه. سونج بسرعه بيسالها على اسم العدو ده، ولكن النظام بيشفر المعلومات دي. البنت كمان بعدها بتحس بصداع في دماغها وبعدين بيغمى عليها، وشكل كده في ان ورا الحوار ده صديقي. المهم في نفس الاثناء ديت بقى في العالم الخارجي كان في مجموعه من وحوش النمل هجمت على جزيره مائيه وقتلت كل اللي فيها. ايوه نساء واطفال ورجال الكل اتقتل وما سابوش اي حد عايش، وعلشان كده 108 صياد بيروحوا على الجزيره دي علشان يقتلوا الوحوش، ولكن برضه بيتقتل جزء منهم والخسائر اللي حصلت ديت كبيره جدا. وعلشان كده النقابه بتعمل مقابله تعرف بيها تفاصيل الواقعه ديت بالكامل، وعلى راسهم طبعا المدير غنهي. القائد شو على طول بيشرح له اللي حصل وبيشرح له كمان اللي لقوه في جثه النمله دي وكل حاجه هو يعرفها. بيقول له ان النمله ديت عندها قدرات طيران وكمان بتعرف تمشي وتنتقل من مدينه للتانيه. احنا لسه مش عارفين اصلهم ولا فصلهم، بس المكان بتاعهم قريب جدا من جزيره جيجو واللي احنا كنا شاكين فيها من الاساس. المدير غنهي وقتها بيعرف خطوره الموقف اللي هو فيه وبيطلب الدعم من اليابان، فهم حاليا اقرب ناس ليهم، وكمان النمل ده لو هجم فهم كمان هيتهجم عليهم. بالفعل الخبر بينتشر في كل مكان وبيوصل حتى لرئيس تشوي ومساعدته تشاهي. البنت بتعرفه بقى ان كل الصيادين اللي من رتبه اس اتطلب حضورهم للمهمه دي، وكمان اتطلب الدعم من اليابان علشان خطوره الجزيره. الرئيس تشوي طبعا كان عارف كل حاجه وخايف من الجزيره ديت، بيقول طالما هنخلص عليهم فده كل اللي انا عاوزه، وشكله كده ليه طار عند النمل ده صديقي. المهم في نفس الاثناء ديت بقى كان سونج ماشي هو وايسل بعد ما فاقت من الوقعه اللي هي اخدتها. بتوصلوا فعلا على القلعه بتاعتهم والواد بيدخل. ابو البنت ديت بقى اول لما بيشوف سونج حرفيا قلبه كان هيتخلع من مكانه. بيقول لها يا بنت الهبله انت جايبه الوحش ده لحد البيت ليه؟ انت جايباه علشان يخلص علينا ولا ايه؟ انت شكلك ما بتفهميش اي حاجه. ايسل طبعا ما كانتش فاهمه اي حاجه ومش عارفه اللي ابوها شايفه. ايوه ده شايف كل جنود سونج المستخبيين في الظلال وبيأمر الجنود يحاصروه. الواد طبعا ما رضاش يعمل لهم اي حاجه احتراما لايسل. بيقول للاب بعدها انا مش جاي هنا علشان اتعارك معاك، انا جاي علشان الوثيقه وما تقلقش مش هعمل لك اي حاجه. الاب بعدها بيقلبها كده في دماغه، وطبعا بعد ما بيشوف قوته بيقول له خلاص تمام يا عم خد اللي انت عاوزه وامشي، وبيطلع له الوثيقه فعلا وبيديها له. الواد فرحان بيها بقى وخلاص الاتفاق خلص وهيمشي من المكان، بس بيقول للاب انا هحتاج ايسل معايا، وده علشان هي عارفه كل اماكن التصريحات وما ضيعش وقت على الفاضي. الاب طبعا كان هيتناط لما سمع الكلام ده وسال سونج عن تعرضها للاصابه. الواد قال له من الناحيه ديت ما تقلقش اوعدك اني احميها. فعلا الاب بيوافق يديها له، والواد بيستمر في طلوع الطوابق لحد لما بيوصل للطابق 89. الظلال بتاعته بقى اكتسبت قوه جامده وايسل اتعودت عليه. خلاص المفروض بقى يكملوا، بس ايسل بعدها بتعرف سونج ان الوحوش في اخر 10 طوابق خطيرين جدا واحتمال ان هو يموت لو واجههم. الواد بيقول لها ما تقلقيش من حاجه وبيستعد علشان يطلع على اللي بعده، بس بيقول لها عرفيني مكان كل التصريحات في الطوابق اللي بعد كده وما تقلقيش مش هاخدك معايا ضد الوحوش ديت. البنت بقى بالرغم من خوفها من الوحوش بتقول له سونج لا انا هاجي معاك لحد النهايه، انا عاوز اعرف انت هتوصل لفين. الواد وقتها بيقول لها تمام وبيكملوا صعودا في الطوابق. طبعا الوحوش زي ما ايسل قالت كانت صعبه جدا ومواجهتها مستحيله، ولكن هل انت متخيل ان سونج حاجه هتبقى مستحيله معاه صديقي؟ لا والله. الواد بيستمر في تكسير الوحوش ديت لحد لما بيوصل اخيرا للطابق ال100. ايوه كل اللي فات كوم والوحش اللي هيقتله سونج ده كوم تاني، فركز معاه كده بقى يا صديقي علشان هتشوف عظمه. بالفعل الواد بيوصل عند المدخل ووقتها بيشوف تنين رعد كده بيطير من فوقه بينزل على الصخره دي والوحش كان فوقه. ايوه ده ملك الشياطين باران والوحش الاخطر في
في البرج ده حرفيا هالته مرعبه، وايسل وسونج بيحسوا بيها. البنت بقى كانت هتقع من الرعب، والشيطان هو كمان بيطير لفوق بيستخدم قوته عليهم وبيطلع جنوده. ايوه بيظهر لهم بوابات من العدم بيخرج منها جيش من الشياطين اصحاب الرتب العاليه. العيال بتتحاصر من كل حته وخلاص شكلها النهايه. بس هل انت مفكر ان حتى دي البدايه يا صديقي؟ ما تقولها معايا المره دي. لا والله بوم مره واحده سونج بيفعل قوته في المكان، وايوه قيام الجنود بتوعه بيطلعوا في الحته بسرعه وبيكسروا في كل اللي واقف. ايرون واغريس وتانك مسيطرين ومفيش حد بيقدر يسد قصادهم. بس العم كيبا هو كمان بقى موجود وبضربه واحده من ناره بيمسح نص الجنود. ايسل هي كمان كانت واقفه مصدومه جدا من قوه سونج ومش مصدقه عينيها. هو جاب كل القوه والجنود دول امتى؟ انا مش فاهمه حاجه. في نفس الاثناء ديت بقى برام ما بيسكت لهمش وبيطلع ايده لفوق بيضرب السما بالبرق بتاعه، والسما حرفيا بتولع من كميه الهجوم. بترد البرق على كل الجنود وبتمحيهم، وضربه كمان كانت رايحه ناحيه ايسل وخلاص هتقتلها، ولكن هوبا سونج في المكان بيحمل بنت بشكل البطل الفنان. ايسل هي كمان لما شافته انقذها اعجبت بيه كده وما كانتش مصدقه عينيها. بعدها الواد بيستخدم مجموعه كبيره من مهاراته على الوحش وبيزود في سرعته، بيستخدم مهاره الاخفاء كمان وبيطير على الوحش علشان يخلص عليه، ولكن الوحش بيصد هجومه بسهوله وبيرميه على الارض. بعدها بيستخدم صاعقه برقيه على سونج علشان يقتله. الواد بيجري منها بالعافيه وبينده على كيبا واغريس يساعدوه. بالفعل كيبا بيستخدم قوته مع البلوره دي وبيطلع طاقه نار مهوله بتعكس هجوم بران. سونج بقى على طول ورا النار ديت بيقطع رقبه التنين وبيوقعهم على الارض. بيبص بعدها كده بقى لبران وبيقول له ايوه كده خليك في نفس المستوى علشان رقبتي وجعتني وانا ببص لفوق. بران طبعا بيتعصب منه علشان قتل التنين بتاعه وشكله مش ناوي له على خير يا صديقي. في نفس هذه الاثناء بقى وتحديدا في نقابه الصيادين كان غوتو رئيس اتحاد صيادين اليابان هو كمان وصل على كوريا وبيناقشوا اللي هيعملوه في جزيره جيجو. المساعده بتاعته بتشرح لهم كل التفاصيل كامله وبتعرفهم المفيد. بتقول لهم ان بعد البحث وتشريح الوحوش دول اكتشفوا حاجتين مهمين. الاولى هي عمر النمل ده واللي ما بيعديش سنه واحده وبعدها بيموتوا، والمعنى اننا لو قتلنا الملكه فاخر النمل ده هو عام واحد وهيختفي من الوجود. المعلومه الثانيه وهي ان النمل بينجذب ناحيه الخصم الاقوى، وعلشان كده احنا اتحاد اليابان هنبعت معاكم 10 صيادين من الفئه اس يساعدوكم. بالمعنى هنكون احنا الطعم بره وانتم بس كل اللي عليكم تقتلوا الملكه. الكل فعلا بيتفقوا على الاقتراح ده وبيستعدوا لبدء الخطه. في نفس الوقت ده بقى وتحديدا عند سونج كانت المعركه لسه مشتعله ما بينه وما بين بران. الدنيا ما بتهداش والواد مستوى سحره عمال يقل بسرعه جنونيه جدا ومش لاقي وقت حتى يشرب جرعه ترجع له سحره. بران هو كمان كان بيستخدم قدراته بسرعه وكل شويه بيخلص على الجنود بتوع سونج وما بيرحمش اي حد. اغريس وايرون وكيبا مش سادين معاه والوحش بيصدهم بسهوله. سونج بقى هو كمان بيستغل انشغاله معاهم وبيروح من نقطته العاميه وخلاص كان هيقتله، بس الوحش بيصد هجومه بسرعه جدا وبيمسكه من دماغه بيرفعه لفوق وخلاص كان هيقتله. وهوبا كيبا بيصد الهجوم. سونج هو كمان بايده في الخناجر واغريس في الدراع الثانيه وايرون في بطنه. خلاص اتحاصرت يا حبيبي. في الوقت ده بقى الوحش بيستخدم البرق عليهم كلهم وبينسف ابوهم. ايوه بيقتل كل الظلال بتاعت سونج في المنطقه والواد سحره خلاص خلص وكده ما عادش قدامه غير القتال المباشر ما بين الاثنين ويا ترى مين اللي هيكسب. بالفعل الشيطان بيطلع خنجرين زي بتوع سونج وبيبدا في المنافسه. سرعه الاثنين وقوتهم لا تكاد توصف، وايسل واقفه بتتفرج وحرفيا مذهوله بتقول في بالها هو كل البشر اقوياء كده ولا ايه؟ ده سونج سادد قصاد بران في القوه ومش بعيد كمان يكسبه، ولكن بنت الذين عينها بتطلع وحشه وفجاه بران قوته بتزيد بيضرب سونج من كل الاتجاهات والواد خلاص مش قادر عليه. الاسلحه بتاعته بتطير والوحش بيديله بالكتف وخلاص هيتقتل في ايديه، بس سونج بصعوبه جدا بيوقف هجومه وبيعافر بس علشان يعمل اي حاجه، ولكن بران بيطلع هجوم رعد كبير جدا من بقه وخلاص سونج هيروح فيها. لسه هيضربه هوبا ايسل بتحدفه بالسيف بتاعها بتشتت انتباهه. ايوه اللحظه ديت هي اللي سونج كان عاوزها وبيركز في القتال. بيستخدم بسرعه جدا قوته العضليه والمهارات اللي عنده وبيقطع ايديه. الوحش كان لسه مستغرب وهيهجم عليه وهوبا عن ضمك يالا. ايوه سونج عطله بالبوكس التمام كسر رقبته ودغدغه جمدان. السما من قوه الضربه ما بتستحملش وحرفيا عاش عليك يا فنان. ايسل طبعا بعد ما شافت كل اللي حصل ده ما كانتش مصدقه عينيها. وايه الحلاوه ديت يا عم سونج؟ طبعا بعد ما سونج بيقتل الشيطان بيكتسب كل معداته وكمان بياخد الدواء اللي اخيرا هيعالج بيه امه. الواد بقى من كميه الفرحه ديت ما كانش مصدق نفسه، وبعدها بينده على ايسل بيشكرها على اللي عملته وبيقول لها روح اندها على ابوكي في اسرع وقت، قولي له خلاص انت بقيت زعيم الطابق 100 وكمان سلمي لي عليه احلى سلام. البنت وقتها بقى بتفرح جدا من الكلام وجمال والله. المهم طبعا لحد هنا بتخلص حلقتنا، فما تنساش بقى تقولي رايك فيها في التعليقات، ويلا يا عم سلام سلام سلام. لو ما اتفرجتش على الجزء اللي فات من حكايه سونج فروح شوفه الاول. في الجزء اللي فات من الحكايه شفنا ازاي بطلنا قدر يوصل للطابق 100 وكمان يواجه ملك الشياطين بران ويخلص عليه. بعدها الواد بيفرح جدا من اللي عمله وبيستنى هديه تصفيه البرج ده. ايوه اخيرا بياخد دم ملك الشياطين النقي وبيجمع الثلاث قطع اللي ناقصه. خلاص العلاج اللي هيعالج بيه امه هيبقى معاه، بس نسبه نجاح الاعداد في العلاج ده 50% بس. والواد طبعا كان متردد يعمله ولكن بيرميها زي ما تيجي وبيقف مستني النتيجه وقلقان. بالفعل بعد لحظات النتيجه بتظهر
بيظهر والاكسير اللي بيعالج اي مرض بيصنع. سونج ما كانش مصدق عينه وفرحان وبيقول في باله يا ترى الاكسير ده هيكون قادر يشفي امي، يا ترى ترجع تشوف النور من تاني ولا لا. حيره وترقب والواد دماغه مش سايباه وحاله يصعب على الكافر. المهم بعد شويه بيألف المكافآت اللي اخدها وخاصه مكافاه النظام. بيلاقي حجر كده وبيكسره والحجر ده بيديله مهاره جديده، ايوه بيديله القوه على الانتقال والتبادل مع اي حد من ظلاله. بالمعنى هو حاليا ينفع يبدل نفسه مع اي ظل بتاعه ويروح على هناك. كمان ايرون بيجيب له جثه التنين ده علشان يستدعيه ويكتسبه في ظلاله. الواد فعلا بيكتسب قوته وبيسميه قيسل. اخيرا بقى ايسل كانت عاوزه تدعي سونج على قلعتهم علشان يرحبوا بيه كبطل البرج، بس طبعا الواد مرضاش وقال لها اروح بس اخلص اللي ورايا على السريع وابزوركم يعني في وقت تاني. البنت بقى حاولت تقنعه يفضل، ولكن في اقل من ثانيه سونج كان بدل نفسه بظل موجود في الحي بتاعه ووصل على هناك. بعدها الواد بيكتشف ان المهاره ديت تمام التمام وبيقول كده اختصرنا وقت كتير ويلا بينا نكمل الباقي طيران. وبالفعل التنين بيظهر من تحته وبيطير على المستشفى اللي فيها امه. المهم في نفس هذه الاثناء كان رقيب شو قاعد مع المدير غنهي وبيناقشوا كل حاجه عن المغاره. شو عمال يقول له عن المضاعفات اللي ممكن تحصل وكل الحاجات دي، ولكن المدير كان عامل حساب لكل حاجه وبيقول له ما تشغلش بالك، اهم حاجه حاول بس تتواصل مع الصياد سونج علشان هيبقى ليه دور كبير جدا هناك. المهم في الوقت ده سونج كان وصل على المستشفى ودخل اوضه امه، شافها وهي نايمه قدامه فاقده القدره على الحراك. بيشوف بعدها الندبه اللي في رقبتها وبيفتكر الماضي، بيفتكر ان هو السبب في الندبه ديت وبيزعل جدا. بيخرج بعدها الدواء اخيرا وبيفكر في كل اللي مر بيه زمان. بيقول لامه انا تعبت جدا وعانيت علشان احاول اوصل للعلاج ده، يا رب بس يساعدك ويقومك بالسلامه. بيقومها فعلا علشان تشرب الاكسير وفعلا بتشربه. جسمها كله كان باين عليه تعبان ومتهالك وده بسبب الغيبوله اللي دامت 4 سنين. الواد بقى لسه بيسيبها وهوبا الاكسير بدا يعمل شغله، بيشفي كل الامراض اللي فيها وكمان ندبتها بتخف. بس بالرغم من كده الام لسه ما فاقتش لحد دلوقتي. الواد بيحاول ينده عليها علشان تقوم ولكن برضه ما فيش اي استجابه. بيقول لها يلا يا امي فوقي، يلا يا امي جينا في البيت مستنياكي، انت السبب الوحيد اللي خلاني احارب واعافر كل الفتره ديت، فيلا ما تسيبيناش لوحدنا. بالفعل ضوء القمر بيدخل على الاوضه بتاعتها ويا لها من صدمه. الام فاقت اخيرا وبتبص لسونج ومش مصدقه عينيها، بتقرب من ابنها بكل رقه وبتحط ايديها على وشه وبتقول له انت سونج صح، انا اسفه علشان عذبتك كل الفتره ديت، بتمنى تسامحني. الواد حرفيا بعد ما بيسمع الكلام ده قلبه بيتقطع من جواه، ما بيقدرش يمسك نفسه وبيعيط بدون توقف. بيقول له امه ما تتاسفيش ولا حاجه، انا ما عملتش اي حاجه اصلا. بيعيط بعدها بحرقه جدا والام هي كمان بتعيط مش مصدقه انها خلاص بقت بخير. وجينا هي كمان الصبح بتوصل على المستشفى، اول لما بتشوف امها ما بتكونش مصدقه عينيها وبتفضل برضه تعيط بدون توقف. سونج طبعا كان واقف وفرحان من المشهد اللي قدامه وبيقول في باله اخيرا اثمرت جهودي كل الفتره ديت، انا مش مصدق نفسي. في نفس هذه الاثناء بقى المدير غنهي بيطلع على المسرح علشان يكلم كل الناس في كوريا، بيعرفهم انهم خلاص على وشك البدء في دخول اخطر مغاره حصلت في البلاد، المغاره اللي دخلوها 3 مرات وفشلوا بسبب ضعفهم. بيطلب من كل الصيادين المساعده وبيعرفهم ان دي مرتهم الاخيره، فيا اما يكسبوا المعركه وينهوا النمل ده لا اما ديت هتكون نهايتهم. ولكن بيطمن كل الناس انهم اتعاونوا مع النقابات اليابانيه وهيبعتوا معاهم 10 صيادين كمان من الفائس ويظبطوا الاداء، واي حد شايف ان هو مستعد او يقدر يساعدنا فمرحب بيه في المغاره دي. بالفعل كل الصيادين بيتحمسوا، حتى كمان الصيادين اللي تقاعدوا قبل كده بيقرروا يرجعوا من تاني، وده لان المغاره ديت زي الشوكه في الحلق بالنسبه لكل صيادين كوريا. المهم سونج هو كمان بيسمع بالخطاب ده وبيعرف اللي هيحصل. هو حاليا قاعد في بيته معزز مكرم مع امه وعمالين بيروقوا فيه. الام وهي بتروق بتشوف صوره ابوهم كده بتحن للماضي وبتقول له ابوك كان صياد من الرتبه ايه وكان بينقذ كل اللي محتاج مساعده، انت كبرت وبقيت صياد ومتاكده انك اخدت الصفه ديت منه. سونج طبعا بيقول لها تمام وكان فرحان جدا بكلام امه ده. المهم في الاثناء ديت بقى بيجي له مكالمه من شو وبيقرر يروح علشان يعرفوا هم عاوزين ايه. بيوصل فعلا على هناك وبيدخل يقعد مع المدير غنهي والمدير بيعرفه بالجديد بالكامل. بيقول له احنا في خلال كام يوم هنغادر ونروح على جزيره جيجو ومحتاجين مساعدتك، المهمه ديت كبيره جدا وصعبه واحنا محتاجينك فيها. الواد طبعا بيقلبها في دماغه كده وعاوز يروح ولكن هو حاسس بخطر من ناحيه امه واخواته وعلشان كده متردد ياخد القرار. المهم بيحس بالوقت ده بهاله قويه جدا في المكان وغنهي بيعرف ان هو حس بالهاله دي، بياخده على مصدرها. الواد بقى اول لما بيروح هناك بيتصدم، ايوه ده قتال ما بين 2 من الفائس وهو اللي عامل الهاله ديت. سونج بقى بعدها بيسال غنهي هو ليه بايكي مش بيواجه خصمه بكل قوته رغم ان خصمه يعني واضح عليه ان هو اضعف منه. المدير بعدها بيقول له علشان هو مش عاوز يكشف اوراقه كلها وخصوصا اننا مش لوحدنا في المكان. بالفعل الصيادين اليابانيين بيوصلوا على المنطقه وبيدخلوا عليهم. اول لما بيشوفوا القتال ده بيتحمسوا جدا وبيكونوا عاوزين يدخلوه، بس غوتو بقى واللي هو اقوى واحد فيهم بيتشد ناحيه سونج وبيحس بالهاله القويه بتاعته. بيسال المساعده عليه وبتقول له ان ده 10 صياد من الفائس في كوريا وهو يعني من فئه الصحراء. غوتو بيقول لها تمام ولكن بيحس بحاجه غريبه ناحيه الواد ده. المهم بعدها بيعمل اقتراح بالمنافسه ما بين البلدين، كل فريق مكون من 4 والقواعد هي
كالتالي: لو اتلمس ظهرك او اتمسكت من معصمك انت الخسران. تمام، الكل بيقول له تمام وبيستعدوا لبدء النزال الودي ما بين البلدين، وشكلها كده هتبقى مدعكه يا صديقي. المهم بالفعل الكل بينزل على الحلبة، والاربعه دول هم اللي هيواجهوا نفس العدد من الصيادين اليابانيين. اما غوتو اللي هو اقوى فرد فيهم فهيتفرج من بعيد علشان ما حدش في الصيادين الكوريين هيقدر عليه. المهم القتال بيبدا فعلا، ودونج على طول بيفعل قدراته وبيكبر جسمه، بيدخل في قتال جسدي مع الواد ده، واللي هو كمان بيتحمس على الاخر، بيقول له تعالى وهات اخرك. اما لي سيونج فهيقاتل الواد ابو شعر اصفر، وكده ما عادش فاضل غير الاخير واللي هيتقاتل مع بايك، والبنات طبعا هتتقاتل مع بعض. بالفعل القتال بيشتعل ما بين الكل، والصيادين اليابانيين هم المسيطرين في المعركه، والخساره الاولى كانت للفريق الكوري، الثانيه برضو كانت من نصيبهم، وكده ما عادش غير بايك وتشاي في المعركه. وعلشان كده البنت على طول بتفعل كل قدراتها على البنت اللي قدامها وبتكسبها في المبارزه. بتروح على بايك بقى علشان تساعده، ولكن بيطلع لها واحد من وراها كان خلاص هيمسكها، بس بلفه سريعه جدا تشاي بتديله ضربه بتكسره، ومفكره نفسها خلاص فازت، بس الواد بيتجنن عليها وشخصيته بتتغير، طاقته بتزيد وخلاص عاوز يقتلها، لسه هيهجم عليها وهوبا سونج في المكان. ايوه بيقولوا نيه القتل بتاعتك واضحه ومش هينفع تكمل القتال. الواد على طول بيتعصب على سونج وبيهجم عليه علشان يقتله، وهوبا اقعد مكانك يالا. ايوه سونج علمه الادب وحرق دمه، وغوتو لما شافه كان مصدوم، هو ازاي ده صياد من فئه السحر وبيتحرك بسرعه ديت، انا لازم اختبره بنفسي. المهم بكده بيحسم القتال ما بين الدولتين، وبيعلن خساره الفريق الكوري، وده لان بايك هو كمان كان خسر في المنافسه، والمفروض ان كده الدنيا خلصانه. بس غوتو بعد ما شاف سرعه سونج ما عجبهوش الحوار، وعلشان كده نزل على الساحه وطلب منافسه ضد سونج، وعاوز يعني يخوض معركه ضده. سونج بقى بعد ما بيعرف باللي هو عاوزه بيتحمس هو كمان، بيقول في باله فرصه علشان اجرب قوتي، بس عندي شرط واحد. ايوه غوتو لازم يقاتل بكل قوته في المعركه والا مش هنزل واقتله. غوتو بقى لما بيسمع الكلام بيتعصب وبيقول له خلاص اتفقنا. الكل هما كمان كانوا بيتفرجوا ومستنيين يشوفوا العظمه اللي هتحصل. سونج بقى بيخلص تسخينه ويلا نبدا، وقوم في اقل من ثانيه غوتو كان هجم عليه، والواد بيرجع لورا بسرعه جدا، وغوتو مستغرب علشان قدر يتفادى الهجوم ده، بيهجم عليه بسرعه اكبر واكبر، والكل مصدوم. سونج مش بس بيتفادى الهجمات، لا ده كمان عمال يستفز فيه، بيبص له كده ويضحك، وغوتو حرفيا جاب اخره، بيقول هو هيفضل يضحك كده لحد امتى. بيجمع كل الطاقه اللي في ايده وبيهجم عليه بكل غباء، بينجح يجرح سونج في وشه وبيروح عليه من جديد علشان يكسبه. الضربه بتاعته فعلا كانت قويه جدا، والكل خلاص فكر ان سونج مات، ولكن انت متخيل ان هو هيموت يا صديقي؟ لا والله الواد بيمسك ايده كده وبيتنمر عليه، بيقول له لو مسكتك من معصمك كان زمانك خسرت في القتال، ولكن انا مش حابب انهي القتال كده، ايه رايك نودي الهجوم الاخير اللي هيحدد مين فينا الاقوى؟ غوتو بالفعل بيقول له تمام، والاثنين بيرجعوا لورا وبيستعدوا للهجوم النهائي بكل قوتهم. الهاله بتاعتهم بتولع، والكل لما بيشوفوهم ما بيصدقوش، بينطلقوا بكل سرعتهم، وهوبا كل الصيادين في المكان. ايوه ده قتال ودي يا جدعان. وفعلا سونج بيهدى وبيقول لهم خلاص انا اللي خسرت القتال، وده لانه خلاص عمل اللي عاوزه، وحطوا جنوده معاهم في الظلال بتاعتهم، فبوجود الجنود ديت هو هيقدر يتبدل معاهم في اي حته مهما كانوا فين، وهيعرف كمان من خلالهم هم عايشين ولا لا. والغريبه بقى صديقي ان محدش فيهم حس بالظلال بتوعه. المهم بعد كده الكل بيروح والصيادين بتمشي. سونج بقى هو كمان بيروح على الرئيس غو وبيعرفه بحاجه كده، الرئيس بيتفهم موقفه وبيقول له تمام. اخيرا بقى قائمه الصيادين اللي هيروحوا جزيره جيجو بتظهر، والمفاجاه سونج مش موجود في القائمه، هو المعنى ان سونج مش هيشارك في الجزيره ديت. وطبعا كل من الصيادين الكوريين واليابانيين بيتصدموا من الخبر، ولكن بيقولوا ان كل الناس عندها ظروفها ومحدش عارف اللي في دماغه. المهم في نفس هذه الاثناء وتحديدا في مستعمره النمل، كانت ملكه النمل حقنت كل طاقتها في جندي واحد، وكمان عطت له قدرات اسطوريه علشان يكون الملك بتاعهم. ايوه هو الوحش ده، واللي بيقدر يتحرر من البيضه بتاعته وجسمه بياخد شكله، والواضح كده ان هو هيكسر الدنيا يا صديقي. في نفس هذه الاثناء كان الكل خلاص بيجهز وبيستعد للمغادره اللي هتكون تاني يوم. كل الصيادين من مختلف المحافظات بيتجمعوا علشان يواجهوا الخطر الاكبر في البلاد، وعلى راسهم طبعا كل صيادين الفائس اللي بينضم لهم كمان معالج اسطوري من نفس الفئه واسمه بيكون بيونج، وشكله كده صاحب الرئيس بايك من زمان ويعرفوا بعض يعني. المهم بينطلقوا فعلا على هناك، والكل مترقب اللي هيحصل. السفن بتوصل على الحدود، والصيادين اليابانيين خلاص على الجزيره، قطع الشطرنج خلاص في المكان، وسونج طبعا ولا في دماغه، كان قاعد يتدرب كده وحاجه زي الفل. المهم الصيادين اليابانيين بيفعلوا قوتهم زي ما اتفقوا، والنمل بدا يخرج من المستعمره باعداده رهيبه. الكوريين هم كمان كانوا فوقهم، وتشونج بيستعمل سحر النار على اللي قدامه وبيدغدغ ابوهم. بيوصلوا اخيرا للكهف، وتشونج بيفعل قدراته علشان يعرف انهي طريق هو الصحيح. بيمشوا جوه الكهف فعلا لحد لما بيلاقوا البيض ده والمكان اللي النمله كانت فيه امبارح. بيشوفوا كمان البيضه بتاعت جند النمل وبيحسوا ان في حاجه غلط هتحصل. في نفس الوقت ده كان الثلاثه دول قاعدين في مكانهم عادي بيقتلوا النمل
النمل اللي بيروح عليهم وزهقانين من القعده هنا. بيستهزئوا كمان بالصيادين الكوريين علشان هم عليهم معظم الشغل الصعب، وبيقولوا اكيد في الجزيره ديت مفيش وحوش خطيره، هنفضل نلعب هنا مع النمل لحد لما نخلص عليهم كلهم. لسه بقى ما كملوش الكلام وهوبا واحده منهم دماغها طارت. ايوه الوحش خلاص وصل على المكان. الاتنين التانيين بيقلقوا جدا لما بيشوفوا المنظر ده، وبيستعدوا بكل قوتهم علشان يواجهوا الوحش اللي هجم عليها، ولكن الوحش ده قوته تفوق الخيال، والعيال مش ملحقينه حتى بعينيهم. بيخلص على الاتنين دول كمان في لمح البصر، وبيطير بعدها دماغهم. في نفس الوقت ده بقى كان الصيادين الكوريين دخلوا خلاص جوه الكهف اكتر، حاليا بيقتلوا النمل الحارس اصحاب الرتبه اس. النمل ده بقى كان جامد جدا وبيهجم عليهم من كل اتجاه، ولكن تفتكر ان ده هيفرق معاهم؟ لا والله، بيخلصوا عليهم كلهم في لمح البصر، والفريق ده بيتعاون مع بعضه، مفيش احسن من كده. بعدها بقى القائد بايكي بيستخدم قدراته علشان يحدد مكان الاعداء اللي قدامهم وكمان عددهم، بيعرف كل اللي هم داخلين عليه. ايوه احنا حاليا قدامنا 3 مداخل، بس لو عديناهم هنوصل لحد ملكه النمل ونقدر نخلص عليها، بس الاعداء قوتهم بتزيد كل لما بيدخلوا لجوه، وعلشان كده لازم ياخدوا بالهم وهم بيتقدموا. البث ده بقى بيتذاع لكل الصيادين في كوريا من خلال الشخص ده، والشعب كله بيتفرج عليه، وطبعا هم مستنيين يشوفوا العظمه اللي هتحصل. ده حتى ام سونج واخته بيتفرجوا وعاوزين يشوفوا النتيجه. المهم في نفس الاثناء ديت كان الصيادين اليابانيين راحوا على مكان اصحابهم اللي اتقتلوا علشان يشوفوهم ما بيردوش ليه. بيلاقوا الجثث بتاعتهم موجوده وبيحسوا بطاقه مرعبه في المكان. الواد ده على طول بطنه بتوجعه وبيقعد يرجع وبيفعل هجوم جليدي بكل قوته علشان بس يقدر يحمي نفسه، ولكن تخيل ان الوحش ده هيسيبه؟ لا والله، طبعا بيخلص عليه، وكل الصيادين اليابانيين التانيين ما بيعرفوش يتواصلوا بيهم. في نفس الوقت ده كان بايكو فرقته وصلوا عند ملكه النمل. الكل فعل قوته لاخرها وبداوا في المعركه. الصيادين طاقتهم تفوق الخيال، والنمل مش قادر عليهم ولا قادر يسد قصادهم. الكل في البلد بيتفرجوا عليهم بعد ما بيوصلوا لهنا، وخلاص فاضل لهم تكه وحلمهم يتحقق. بالفعل القتال بيشتعل ما بين كلا الاطراف، والشخص ده بيطلع فوق في الهواء بيضرب النمله بالسهام بتاعته يكسر ابوها. ده من قدام بيصدها بالدرع بتاعه، وتشونجا يستخدم سحر النار علشان يعطل تقدمها. بالفعل النمله بتنضرب من جميع الجهات ومش قادره عليهم، بتصرخ باعلى صوتها علشان تندهله ويرجع هنا. الصيادين ما بيفهموش هي بتصرخ ليه وبيهاجموها برضه وخلاص هيقتلوها. الملكه بتضربهم بالسم بتاعها وفعلا بيتصابوا بيه، بس بيونج بيقدر يعالجهم بالسحر بتاعه ومفيش احسن من كده. اخيرا بقى الملكه بتتثبت من جميع الجهات، وتشاهي بتنط فوقها وبتجمع الطاقه بالكامل في السيف بتضرب بيها. واحلى مسا عليكي. ايوه تشاهي قدرت انها تقتل ملكه النمل، والكل والشعب فرحان ومش مصدقين اللي حصل. ده حتى رئيس جمعيه الصيادين كان فرحان ومش مصدق اللي شافه بعينه. بايكو واصحابهم كمان بيفرحوا، وخلاص كانوا هيتواصلوا مع الصيادين اليابانيين علشان يخرجوا. بس فجاه الكل بيحس بطاقه مرعبه في المكان، وايوه الوحش اللي بره وصل عندهم، والنمل بعدد كبيره رجع على الكهف. خلاص ما عادش ليكم امان. الصياد ده بيتقدم وكان عاوز يضربه، وهوبا الوحش عدى من جنبه وكانه ما شافوش. بيقرب من ملكه النمل كده بعد ما بيشوفها ميته، وبيبدا ياكل في دماغها، بيمتص كمان قدراتها، والكل واقف مصدوم ومش قادرين يتحركوا من الهاله بتاعته. خلاص حسوا ان دي النهايه، وبوم دي النهايه فعلا. الاولى خلاص طارت، التاني دراعه اتقطعت، الدراع التانيه كمان. الكل بياخد ضربات ومش عارفين هي بتجيلهم منين. الواد ده بقى بيستخدم القوس بتاعه علشان يقتله من قريب، ولكن الوحش بيمسك السهم بايد واحده وهي واحده كمان، والكل بيتقلب على الارض مش قادرين عليه. بس المعالج بيستخدم قوته وبيشفيهم، وطول ما هو موجود الوحش مش هيقدر عليهم. ولكن تخيل ان الوحش ما خدش باله. لا والله، بوم بيخلص على اللي في ايده وبعدها بيروح ناحيته يخلص عليه. بايكي بقى بيشوف صاحبه بيموت قدام عينه ومش قادر يعمل اي حاجه. بعدها الوحش كمان بياكل دماغه وبيحدفه على صاحبه بايك، بيطير عليه يمسكه من رقبته، وخلاص الكل هيتقتل قدام القوه ديت، مش قادرين يعملوا اي حاجه. في الوقت ده الوحش بيتكلم اخيرا وبيقول لهم كده مش كفايه، انتم قتلتم الملكه بتاعتنا ولازم نقتل الملك بتاعكم. لسه كان هيقتله، وبوم بيحس بطاقه غوتو بره المكان، على طول بيرميه من ايده وبيجري عليه. غوتو فعلا كان وصل عند اصحابه اللي ماتوا، وبيكلم الفريق بتاعه بيعرفهم باللي حصل، وبيعرف الرئيس بتاعه كمان. والواضح ان الرئيس ده ما كانش فارق مع حد، وبيقول له اهم حاجه تتاكد ان الفريق الكوري كله هيتقتل علشان نقدر نسيطر على البلد بتاعتهم. غوتو طبعا بيقول له تمام، وبيقفل معاه المكالمه. لسه ما لحقش يبص جنبه، وبوم البنت ديت راسها بتطير. ايوه الوحش وصل عندهم، والقتال اخيرا هيكون ما بين اقوى صياد موجود في المنطقه حاليا. الوحش بقى بيساله هو انت الملك بتاعهم؟ غوتو بقى لما بيسمعه بيتصدم علشان طلع بيعرف يتكلم اساسا. بيقول له ايوه انا الملك وتعالى يلا. الواد اللي كان لسه عايش كان عاوز يقاتل مع غوتو ولكن بيمنعه، بيقول له امشي بسرعه من هنا لانك هتعطلني مش اكتر. بالفعل الواد بيمشي من هنا والمعركه بتبدا. غوتو بياخد الوضعيه وبيستعد للقتال، وهوبا الوحش طير دماغه في لمح البصر. ايوه اللي بعده يا هناه يا سعده. النمل هو كمان كان
كان هجم على كل الصيادين الكوريين في الكهف، وخلاص كده شكلهم هيموتوا. ولكن تخيل ان حد منهم هيحصل له حاجه. لا والله، بوم مره واحده جنود الظل في المكان وبيوقفوا الوحوش في اخر لحظه. سونج هو كمان بيعرف بكل اللي بيحصل وبيستخدم قدره الانتقال وبيروح عليهم في الحال، وشكلها كده هتبقى مدعكه يا صديقي. في الوقت ده بقى كان الكل واقف مصدوم ومستغرب من الوحوش اللي بدات تظهر وتساعدهم دي. وهوبا الوحش سونج في المكان بيتقدم على الوحوش بكل شجاعه وبيخلي الجنود بتوعه يخلصوا عليهم واحد ورا الثاني. ايرون بيستخدم صياحه علشان يجذبهم ناحيته، وبقيه الجنود طبعا بتقوم بالواجب وزياده. بعدها سونج بيروح على بقيه الاعضاء علشان يطمنهم، بيقول لهم انا عارف ان عندكم اسئله كتيره دلوقتي، ولكن الاول لازم تشربوا ده علشان نعالج جروحكم. بيشربوها فعلا وجروحهم بتخف، ومحدش مصدق كميه المهارات اللي عند سونج دي. في نفس هذه الاثناء بقى كانت اشاره البث فصلت بعد ما الوحش هجم عليهم. كل البلد اصبحت في حاله من الذعر، والرئيس غول الكل مش عارفين ايه اللي بيحصل جوه. واخر حاجه سمعوها هي صرخاتهم بوصول الوحش الجديد. الناس بقى بتتصل على المحررين علشان يعيدوا البث، بس كل حاجه متعطله حاليا والشخص ده مش عارف السبب. المهم سونج في الاثناء ديت كان اخد ازازه من العلاج معاه وراح علشان يعطيها لتشاي بعد ما شاف حالتها. البنت حالتها صعبه جدا والعلاج ده مش جايب معاها، ودلوقتي لازم يخرجوها في اسرع وقت والا هتموت ما بين ايديهم. بس اعداد الوحوش عماله بتزيد اكتر ومحدش عارف يخلصوا منهم ازاي. سونج بقى بيجمعهم كلهم قدامه علشان ينفذ خطته. بيقول لهم انا هجمع جنودي واخلص على كل الوحوش وافتح لكم طريق علشان نهرب منه، بس في الاول لازم اعزز قدراتي القتاليه. احسن لكم ما تطلعوش اللي هتشوفوه ده لاي حد. وبيروح بعدها على جثث النمل علشان يستدعيهم، بس فجاه ومن حيث لا يحتسب بيلاقي النمل كله بيبعد. بيعملوا خط مستقيم للزعيم بتاعهم. ايوه الكل بيبعد علشان الوحش وصل وهيخلص على كل اللي قدامه. في الوقت ده بقى سونج بيحس بهاله الوحش ده وبيعرف قد ايه هو خطير. بيفعل قوته كلها وبيتقدم عليه، والكل مصدوم اللي هو بيعمله. هو ازاي بيقرب من عدو وهو مجرد ساحر مش مقاتل يدوي؟ البث المباشر اخيرا بيرجع والمصور بيصور اللي بيحصل. المحرر بيشوف الفيديو ويا لها من صدمه. بيشوف سونج واقف قدام الوحش وما يعرفش هو وصل هناك ازاي، وبيقول للفريق بتاعه يعرضوا البث للناس في اسرع وقت وهو هيتحمل كل العواقب. الراجل ده بقى بيقول له بس كده هنكون شغالين مباشر، مش هنلحق ندار على حاجه لو الصيادين اتاذوا. المحرر ده قال له ما تقلقش، انا مش عارف ليه بعد ما شفت الصياد سونج قلبي رجع يدق من جديد وحاسس يعني ان هو هيغير حاجه. بالفعل البث بيتعرض من جديد والكل بيشوف اللي بيحصل. حرفيا كل الناس بتتصدم. اخت سونج هي كمان ما كانتش مصدقه عينيها، والرئيس غو بقى بعد ما شافه الروح دبت في جسمه من جديد وولع من الحماس وكسر الكرسي. وايوه بيقول هو ده اللي انا كنت مستنيه، يلا عرفوا مقامه يا بطل. بالفعل الوحش اول لما بيشوف سونج بيحس بالهاله بتاعته. بوم بيديله بوكس بكل قوته، دمر المكان كله، مفكر نفسه فاز ولكن ده عندها آلة. سونج بيضحك عليه وهوب بيديله البوكس الاسطوري، بيكسر عظم وشه ويعدله. ايوه اعرف انت فين وانا فين، ده انت حته نمله الكل بيدوسك. طبعا كل اللي واقف استغرب من كميه القوه ديت وبيقولوا انتوا متاكدين ان هو ساحر؟ لا والله. الوحش بيهجم عليه من جديد، بس خد بس البوكس الحديد. الاثنين بيشتغلوا ضرب بوابل من الهجمات والقوه الناتجه عن الضربات زلزلت المكان. ولكن تخيل ان سونج هيسيبه يكتر في الكلام. لا والله، بوم رزعه بالبوكس طيره وفعل الهاله عليه. خلاص هيجلد ابوه. النمله بكل قوتها بتهجم عليه، بس فين يا حبيبي فين؟ هي واحده من تحت بتكسر دماغه وخلاص الوحش هيموت. ولكن بيطلع خنجر سم من بقه بيجرح بسونج وخلاص هيقتله. بيستهزأ بيه ومفكره هيموت من السم. بيقول له انت جامد وكل حاجه بس للاسف مش هتقدر تقاوم السم بتاعي. بيقرب منه وبيرفع ايديه والكل خلاص قال السلام عليه. بس تخيل انها النهايه صديقي، ما تقولها معاه انت المره دي. لا والله، الوحش سونج بيمسك ايديه وهي واحده بس بتجيبه تحت رجليه. بيقول له سمك حلو وكل حاجه بس للاسف انا عندي مناعه ضده. الكل بقى لما بيشوفوا المهارات ديت ما عادوش مصدقين عينيهم، خلاص مش هيتفاجئوا بعد كده. في الاثناء ديت بقى بعد ما الوحش اكل على دماغه للمره الثانيه حواسه بتتشتت. بيعرف ان اللي قدامه ده اقوى منه، بيقرر يواجهه بسرعته. بيطلع لفوق وبيغير هيكله جسمه علشان يخلص عليه. بيقول له انت ممكن تكون اقوى مني في الهجمات المباشره ولكن في السرعه ما حدش هيقدر عليا. سونج هو كمان بقى بيطلع خناجره احتياطا للي هيحصل قدام. بيبدا فعلا الجمدان. الوحش سرعته تكاد تكون جنونيه وسونج في الاول ما كانش قادر عليه، بس في الاول بس يا صديقي الواد بيتاقلم مع الهجمات بسرعه جنونيه وبيزود سرعته كمان وكمان. الوحش هو اللي ما عادش قادر يلحقه، بيستمر في المواجهه بكل شراسه ومن كل الاتجاهات. وسونج بيفعل وضع العظمه وهاتك يا دعك. بيستخدم كل سرعته وقوته في الهجوم، واللي بيتفرج عينه مش ملاحقه تشوف العظمه دي. القتال مش متعه للعين وبس، لا ده سونج حرفيا بيجلد ابوه. بيفعل مهاره جديده وبيضربه بيها كمان. الوحش مش قادر عليه، كان خلاص هيخسر قدامه، بس بسرعه جنونيه جدا بيستجمع قوته وبيهجم عليه من جديد. خلاص كان هيقتله، بس بوم سونج بيفعل قدراته المخفيه بيخرط ابوه. طب هجمه كمان علشان ما تقدرش تتحرك من جديد. الوحش بيجدد نفسه
بيستخدم الجليد وبكل سرعته بيجري علشان يهرب من المكان، ولكن سونج وراه بسرعه جنونيه جدا بيمسكه وبعدها بيشرح ابوه بيرميه على الارض مش قادر يتحرك. والوحش بعد ما عرف ان هو خلاص استحاله يقدر عليه قال ما بدهاش، بيزعل كل النمل علشان يساعده في القتال ويعرف يهرب بنفسه. مفكر نفسه الوحيد اللي معاه جيش، ما يعرفش انه لسه لحد دلوقتي سونج ما قالش قيام. وبوم جيش سونج بيطير على الوحوش يدغدغ ابوهم. الوحش بقى بعد ما شاف كل ده ايقن انها خلاص دي نهايته، عارف ان مصير اي حد هيواجه البطل ده هيكون الموت مش اكتر. بيحاول يهرب منه بعد ما بيقرب ناحيته ولكن بيتمسك للمره الاخيره. بيقول ما بدهاش، بيهجم على سونج بكل غباء. بس فين يا حبيبي فين؟ سونج بيخلص على الوحش وبيمحي ابوه والمستوى بتاعه بيزيد من جديد، حاجه اخر عظمه الصراحه. بعدها الوحوش بتخاف منه وبتطلع تجري بره المكان وسونج بيجري على تشاهي علشان يحاول يعالجها او يعمل لها اي حاجه. بيطلع واحده من الاكسير اللي بيعالج اي مرض علشان تفوق، ولكن برضه البنت مش قادره تتحرك ولا قادره تشرب اي حاجه. وقتها سونج بيقول ما بدهاش وبيقرر يعمل المفيد. ايوه بيقول للشخص اللي بيصور يطفي الكاميرا بسرعه. الواد بيطفيها فعلا وكده بيروح على جثه بيونج يحطها جنب سونج. بايك طبعا لما بيشوفه بيتصدم وبيقول له انت هتعمل ايه يا عم؟ سيب الجثه ديت في حالها. سونج بيسكته وبيقول له اهدى دلوقتي. بعدها الواد بيقرب منه وبيقول له قيام. كل الصيادين بقى بيتصدموا لما بيشوفوا جثه بيونج بترجع للحياه من تاني. على طول بيروح على تشاهي وبيبدا يعالج جراحها. بيخلص كل حاجه فعلا والصيادين واقفين مصدومين لان سونج عرفهم قدراته وانه بيقدر يرجع اللي بيموت وكمان يستخدم قدراتهم. بس بايك بيعتذر من سونج علشان مش عاوز صاحبه يفضل معاه ولا يفضل في الحرب من الاساس. بيقول له انا عارف انك لو اخدته هيكون عون كبير ليك بس صدقني بيونج ما بيحبش ساحات القتال. سونج فعلا بيوافق على طلبه وبيقول له انا اصلا عارف لان صاحبك من قبل ما اقول له على اي حاجه راح علشان يعالج تشاهي من نفسه. حاليا انا هحرره وهخليه يرجع للمكان اللي هو عاوزه. فعلا سونج بيلغي الاستدعاء وبايك بيشكره على كده. بيبص على صاحبه المره اخيره وبيلاقيه بيضحك له كده وكانت لحظه حزينه جدا الصراحه. المهم على طول بيطلعوا بره بالفريق كله علشان يودوا تشاهي تكمل علاجها. اما سونج فبيروح يكسر كل البيض والنمل الموجود علشان ينهي سلاله الوحوش ديت. بيخلص فعلا على كل اللي قدامه واخيرا بيوصل للمستوى 100. بيروح بقى على جثه الوحش اللي قتله علشان يستدعيه. مهاره استخراج الظل فعلا ممكنه وسونج بيقول له قيام. وفجاه المكان كله بيتبدل. الواد بيروح في ظلمه قاتمه. بيرجع من المكان ومفكر ان الاستدعاء خلاص فشل. بس تخيلوا ان هو يفشل يا صديقي. لا والله الوحش بيركع قدامه وبيقول له تحت امرك يا سمو الملك. سونج طبعا لما بيسمعه بيتكلم بيتصدم لانه اول جندي ظل يعمل كده، ولكن بيلاقي ان الرتبه بتاعته جنرال واكيد اول لما الكل يوصل لها هيبداوا في الكلام هما كمان. المهم بيسميه بيرو وبيديله اول مهمه ليه. في نفس الاثناء ديت بقى بره كان النمل اللي طار راح على باقي المدن القريبه علشان يخلصوا عليهم. اخترقوا كل خطوط الدفاع وما عادش غير الخط الاخير. سون وجوهي كانوا موجودين فيه والنمل محاوطهم من كل اتجاه. النمله ديت كانت قربت من سون وخلاص هتقتله. وبوم الوحش في المكان. ايوه بيرو وصل بعد ما سونج استدعاه واشتغل ضرب في النمل ما حدش واقف قصاده. باقي الصيادين الكوريين هما كمان كانوا راكبين الطياره وراجعين كده، ولكن النمل محاوطهم من كل حته والطياره مش قادره تصدهم كلهم. تخيل بقى ان سونج هيسيبهم لوحدهم. لا والله بوم بيستخدم سيف بران وبيكهرب ابوهم. بيلحقهم كمان مره واخيرا بيوصلوا على البلاد علشان يحتفلوا بالانجاز التاريخي ده بعد ما خلصوا على كل النمل وانهوا اخيرا جزيره جيجو اللي ما قدروش ابدا يخلصوها. الكل بيرقص وفرحان وجمال جمال يا جدعان. شويه من النمل بقى كانوا وصلوا على حدود الصين، ولكن الوحش المتين ده كان مستنيهم اصلا وهي واحده بس في 2. خلص على كل اللي قدامه. بيقول يا ريت النمله السوداء هي اللي جت بدل الضعفاء دول، على الاقل كانت هتسليني شويه. اخيرا بقى بيتعمل جنازه لبيونج وكل الصيادين بيحضروها وعلى راسهم طبعا سونج. واللي اول لما بيخلص بايك بيروح جنبه كده وبيشكره على كل حاجه عملها. الرئيس غوها كمان بيشكره بالنيابه عن كل مجموعه الصيادين. بيقول له لولاك يا بطل ما كناش هنقدر نخلص الحرب ديت. افرح وارفع راسك انت الملك النهارده. سونج طبعا بيشكره على كلامه والدنيا اخر روقان. اخيرا بقى سونج بيعرف غو ان هو هينشئ نقابه خاصه بيه وبياخد التصريح عليها. غو طبعا بيوافق وبيقول له براحتك يا بطل، اي حاجه انت عاوزها هتكون تحت امرك. في نفس الوقت ده بقى في جزيره جيجو كان شويه من الصيادين بينظفوا بقايا النمل ورا الجنود. بس فجاه بيظهر 2 شكلهم غريب وبيفقدوا كل الموجودين الوعي في ثواني. بيتكلموا بلغه غريبه كده وبيقولوا ازاي ملك الظل كان هنا وبيساعد البشر دول. شكل كده في حاجه في دماغه. ما علينا احنا خلينا نرجع دلوقتي ونعرف المفيد. بيرجعوا فعلا من المكان اللي هم جم فيه وايوه ابو سونج كان واقف فوقهم وسامعهم وشكل كده ليه علاقه بيهم يا صديقي. في نفس هذه الاثناء سونج كان راجع على البيت ولكن الزحمه ما كانتش طبيعيه. العربيات كلها واقفه في مكانها وما بتتحركش خطوه واحده حتى. سونج بقى بيعرف ان في بوابه قدام هي اللي معطله كل الطريق ده. بيتصل بعد
بعدها على رئيس غو ياخد الاذن منه في تطهيرها، وفعلا بيوصل على هناك وبيدخل البوابه وبوم بتتقلب حمراء. بيعرف انها مليانه وحوش وبيقول انا ليه حاسس ان كل شويه بيحصل فيها نفس المقلب ده. بوم بعدها بيطلع جنوده وبيقول لهم رجاله نظفوا المكان. فعلا الرجاله بتخلص على المغاره من هنا، والكل عايش في حياته الطبيعيه من هنا، في اللي بيحاول يزود طاقته وفي اللي بيقاوم مصيره، وفي بقى اللي شغال دعك في كل الوحوش محدش قادر له. اخيرا بقى بيخلص على كل اللي في المغاره وبيقولها اللي بعده، واديك شايف العظمه يا صديقي. المهم بقى لحد هنا بيخلص الموسم الثاني من التحفه الفنيه. لو عاوزين الموسم الثالث اكتبوا لي في التعليقات، وما تنساش اللايك والاشتراك يا عم، ويلا سلام سلام سلام.